ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني بتاع مراجعة شابتر 1. جزء قوي، جزء مهم طبعا. ده الجزء التقيل شوية، في مسائل كتير، في افكار، اشكال كتير للمسائل. افكار باذن الله هلمها كلها، لكن طبعا هنشوف اشكال كتير قوي واحنا بنحل. تعالى نبدأ الاول ب يعني في الكتاب برضو بتاع كونسبت اند ابلكيشن بارت 2. اول كونسبت فيه بيتكلم على موضوع الفي بي والبطارية ده. يلا بينا. طيب احنا علشان نتكلم على الالكتروموتيف فورس دي والقصة دي، تعالى نفتكر حاجة الأول. الكتروموتيف فورس اللي هي الفي بي، اللي هي برضه في نفس الوقت تعتبر اي ام اف. هي نفس الاختصار اي ام اف كده يعني. طيب ايه الحكاية؟ احنا الحكاية هنا لما بدأناها كنا بنتكلم احنا مثلا معانا بطارية. البطارية دي الفي بي بتاعتها وليكن 100 فولت. حلو الكلام. الكهرباء وهي خارجة من البطارية عدت على ريزيستنس في الأول، وبعد كده عدت على ريزيستنس تاني بالشكل ده. حلو الكلام. طيب لما جينا وصلنا فولتميتر هنا بالريزستناية دي، هنسمي ده مثلا V2، وجينا وصلنا فولتميتر هنا هنسميه V1 بالشكل ده. كان متوقع ان ال100 فولت دي بتاعت البطارية انها تتوزع على الاتنين دول. يعني مثلا دي كانت تاخد مثلا 60 فولت و40 او 40 و50. يعني مثلا تعالى نفترض ان دي 20 اوم، نفترض كده يعني مجرد افتراض، وان دي 25 اوم، بنفترض يعني مجرد ارقام كده بس بنفترضها. لما تيجي يعني نفترض كده مثلا ان الكرنت ب 2 امبير، نفترض كده. طيب الكرنت اللي خارج 2 امبير، ال 2 امبير دي هتروح لمين؟ هتروح لل 20. طيب ما هو دي 2 امبير كده، الفي 2 يقرا كام؟ هيقرا 2 باي 20 اللي هي 40 فولت، يبقى الفي 2 يقرا 40 فولت. طيب الكهرباء اللي هي 2 امبير هتفضل ماشيه كده، لان هم طبعا متوصلين سيريز، فيبقى هنا 2 امبير. ف 25 باي 2 كام؟ 50 فولت. فلما نيجي نحسب الفولت هنا 50. وحصلت المفاجأة ان الفي بي رقمها ما بيساويش مجموع الفولتات اللي متوزعة على الريزستنات. طيب من هنا اكتشفنا ان في انترنال ريزيستنت جوه البطارية بتستهلك جزء من الفولت. بمعنى ان هنا يا جماعة في ريزستناية صغيرة كده اسمها ار سمول، دي استهلكت جزء من الفولت. سحبت مني قد ايه؟ سحبت 10 فولت. انا ما اعرفش هي كام اوم، بس هي سحبت 10 فولت. فلما جت سحبت 10 فولت، الكهرباء كانت خارجه، او يعني خلينا نقول ان ده كده بالنسبه لي هي خلاص اصبحت هي البطاريه دي كده. دي كده البطاريه يا جماعه، دي كده الباتري. هي البطاريه بقت عباره عن في بي ومعاها انترنال. طيب المفروض الفي بي 100، يعني المفروض الالكترون ده لو هو مثلا هنا اهو، ادي الالكترون هنا اهو، الالكترون ده خارج من البطاريه ب 100 او اتزق من البطاريه ب 100. فدي خدت 10، لان اي ريزيستنس بتعمل دروب للفولت. اتبقى له كام يا باشا؟ اتبقى له على باب الشقه هنا او باب الاوضه، اتبقى له 90 فولت. خد ال 90 فولت دول قعد يخلص فيهم، هنا 20 او سوري هنا 40 وهنا 50. بس دي الفكره ببساطه. طيب لما جينا قلنا بقى عايزين نظبط قانون للحته دي، قلنا نعمل ايه؟ قلنا نسمي، يعني مثلا لو جينا تخيلنا ان انا هوصل فولتميتر هنا على البطاريه دي، اسميه يا جماعه في 3 مثلا كده بالشكل ده. الفي 3 ده قرا ايه؟ المفاجاه ان الفي 3 قرا 90. ايه ده بجد؟ قرا 90 فولت. الفي 3 ده قرا 90، يعني ما قراش ال 100 وما قراش ال 100. لان هنا احنا هنشتغل بكونسبت مهم قوي، ان الفولت اللي على البطاريات بيساوي الفولت اللي على الريزستنات. الجمله دي يعني جمله مشهوره قوي ليا معاك، ان الفولت على البطاريات، بص حتى بنكتبها كده، بيساوي الفولت اللي على الريزستنات. مين الفولت اللي على البطاريات؟ اللي هو في 3. طيب حلو. مين بقى الفولت اللي على الريزستنات؟ اللي هو في 1 وفي 2 بالشكل ده. طيب الفي 1 هو عباره عن ايه؟ والله الفي 1 ده عباره عن الاي في الار، او خلينا نقول لو دي ار 1 ودي ار 2، يبقى هو عباره عن اي في ار 1 ودي عباره عن اي في ار 2، بس بالشكل ده. فاصبح ان الفولت اللي على البطاريات هو بيساوي اي في ار 1 في اي بلس اي في ار 2.
طب ما احنا ممكن ناخد يا باشا الاي كومن فاكتور، فتبقى R1 بلس R2. يبقى انت لو عايز تجيب الفولت اللي على البطاريات يا باشا عادي ممكن تضرب اي في كل الارات. يعني من الاخر اي في ار ايكوفالنت. يا جماعه في ار ايه؟ في ار ايكوفالنت. ده اللي هو الفي 3 اللي احنا شغالين بيه. طب حلو. برضو جينا عملنا قانون لينا كده، ان عملنا ايه؟ ان الفي بي دي بكام؟ ب 100. حلو قوي. طب ما هي الفي بي اللي هي ب 100 دي هي عباره عن حاجتين، يعني عباره عن حاجتين بالظبط. عباره عن الفي دي اللي هي 90 ناقص ال 10. فاحنا هنقول كده يا جماعه ان الفي بي، يمكن احنا جايين الصفحه دي عشان نعمل كده اصلا. الفي بي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الفي اللي هي خلينا نقول الفي اكسترنال اللي هم ال 50 ولا 40 دول هنسميهم في اكسترنال. الفي اكسترنال اللي هي ال 90 اللي هو يقصد بيها يا جماعه الاكسترنال اللي هي بره البطاريه، بلس الفي انترنال اللي هي ايه؟ الفي انترنال اللي هو التوتال او البطاريه اللي هي عندها ريزيستنس كده عملت دروب للفولت. يعني الانترنال ده اللي هو اللي عمل دروب للفولت اللي هم كام؟ اللي هي الانترنال ريزيستنس اللي خطفت 10 فولت. فبالتالي يا باشا الفي بي اللي هي 100 بتساوي الفي اكسترنال بلس الفي انترنال، ومنها هي الكونسبت ده. مين هي الفي بي؟ والله هي التوتال ورك دون. اصل الفولت ده في الاخر هو اي فولت عباره عن دبليو على كيو. اي فولت يا جماعه عباره عن دبليو على ايه؟ دبليو على كيو. طيب فبالتالي الفولت هو اصلا ورك. فلما نقول مين هي الفي بي؟ مين هي الفي بي؟ هي التوتال ورك دون. هي توتال ورك دون. فين وفين؟ انسايد اللي هو جوه البطاريه نتيجه الانترنال ريزيستنس، والاكسترنال كمان اند اوتسايد ذا سورس بالشكل ده. ومنها جه السؤال اللي عندنا الاولاني، تعالى نبص عليه. بصوا يا جماعه ده سؤال جه دور اول 2025 بيقول لي ايه؟ ذا ورك دون in transferring quantity of electric charge column 2 كولوم دي الكيو is 12 جول دي الدبليو inside and outside the source. خلي بالك هو بيقول لي ايه؟ the work done transferring quantity of charge inside او outside. الورك done inside و outside ده اصلا ده تعريف مين؟ ده تعريف الفي بي. فالراجل هنا بيقول لك الفي بي اصلا تقدر تجيبها. طب على فكره احنا نقدر نجيبها. لو عايزين نجيب الفي بي هنجيبها ازاي؟ هي الفي عامه بنجيبها ازاي؟ دبليو على كيو. طب ما الراجل مدينا الدبليو ب 12 والكيو ب 2 تطلع كام؟ 6 جول. يبقى انا ليه عملت الفي بي؟ عشان ده الانسايد وده الاوتسايد. فالراجل بيقول لي ايه؟ الانترنال ريزيستنس مش عارف ب 6، الكرنت ب 6، الباور ب 6، الفي بي ب 6. طبعا هي الفي بي انها ب 6 فولت يا جماعه. هي دي اكيد. اوكي. عايز ارجع هنا برضو ورا تاني شويه ناكد كده ايه على حاجه مهمه قوي. يعني إيه؟ احنا يمكن هنمشي بالترتيب بتاع الكتاب عادي، بس اكيد في ايه؟ في زي ما احنا متعودين تاتشات كده بنحطها بتاع. بص يا سيدي، اللي هو القانون بتاع الفي 3 ده يعني واحد من القوانين الخطيره جدا اللي انت محتاج تركز فيها. الفي 3 احنا قلنا هنا خلاص ان الفي 3 هو ان الفولت اللي على البطاريات بيساوي الفولت اللي على الريزستنات. فالكونسبت ده هنثبته واحنا بنحل. فبالتالي الفي 3 بتساوي في 1 بلس في 2. خلاص. وطلعنا كمان ان الفي 3 بتساوي اي في ار ايكويفالنت. فاحنا برضو ده ايه؟ هنثبت الكونسبت ده. ما هو الفي 3 ده اللي هو مين؟ اللي هو الفولت اللي على البطاريات. يعني ده اللي على البطاريات اصلا برضو. يعني برضو بنأكد على الفكره. ده اللي على البطاريات. طيب والاي ار ايكويفالنت ما هو ده اللي على الريزستنات. يعني هي بتتكتب بشكل تاني. طب عظيم. عايزين بقى نأكد على حاجه تانية، ان الفي 3 دي ينفع تيجي بطريقه تانية. اولا احنا خلاص قلنا الفي 3 بتساوي في 1 بلس في 2. ده اول قانون للفي 3. وتاني قانون للفي 3 اللي هو اي في ار ايه ايكويفالنت. طيب ايه رايك بقى ان الفي 3 هي نفسها ليها قانون تاني اللي هو ايه بقى؟ الفي 3 قانون تاني اللي بصوا يا جماعه، خلي بالك الفي 3 دي على الرسمه اللي هي كام؟ اللي هي 90 صح؟ طب في القانون ده اللي هي مين هنا؟ اللي هي دي بالظبط. يبقى الاكسترنال دي اصلا اللي هي اصلا في 3 بس مستخبيه تحت اسم اكسترنال. يعني الفي 3 هنا بتساوي ايه؟ الفي بي ماينس الفي انترنال. خلاص فانا هاجي هنا كده الفي 3 ايكوال في بي ماينس في انترنال.
الفي انترنال اصلا قانونها اي في ار، والفي بي تبقى زي ما هي، والفي 3 دي اللي هي الفي اللي على مين؟ اللي على البطاريه، حتى احنا بنقول عليها في. ايه الفي دي؟ اللي هي اكروس باتري، اللي هي الفي 3 اللي هي اكروس باتري، اللي هي متوصله يا جماعه على البطاريه. ادي يا باشا معاك 3 طرق تجيب بيهم الفي 3 اهو، هيطلعوا معاك نفس الناتج في الاخر. يا اما تروح تجمع الفي 3 تجمع الفولت اللي على الريزستنات في 1 زي في 2، يا اما تعمل اي في ار ايكوفالنت، فبرضه يعتبر انت جبت الفولت اللي على الريزستنات، يا اما تعمل الفي بي اللي ههي 100 ناقص الاي ار. خلي بالك دي كانت 100، الاي ار دي كانت 10، الاي ار على بعضها 10، مش الاي ب 10 والار ب 10، لا الاي ار ب 10. هي ايه الاي ار دي يا ابني؟ ما هي الفي اي في ار، فالانترنال ريزيستنس كانت ار سمول بس. هيطلع لنا طبعا في 3 اللي هو كام يا جماعه؟ اللي هو 90. شكرا جزيلا. خلاص بس ده كده ايه للتوضيح. طيب تعالى بقى نتكلم في حاجة تانية، يعني تكملة برضو على الموضوع. ايه تكملة الموضوع؟ ان احنا هنا قلنا ان الفي بي بتساوي في اكسترنال بلس في انترنال. تعال نشتغل على الكونسبت ده. احنا كده هنروح على كونسبت رقم 2، بس انا هفهمك كونسبت رقم 2 ده يعني القانون جه ازاي بتاع اومز لو فور كلوز سيركت. نفتكر بس احنا قلنا ان الفي بي بتساوي الفي الاكسترنال اللي هي اللي على الريزستنات بلس الاي ار اللي هي الفي انترنال. بص كده اللي هي دي الفي اكسترنال بلس في انترنال، والفي انترنال دي اللي هي اي في ار على طول. طيب والفي اكسترنال دي اللي هي اصلا اي في ار ايكوفالنت، ما هي الاكسترنال ده اللي هو اللي على الريزستنات كلها، وكان ده يا جماعه اي ار سمول وده كان في بي. طب احنا بقى عملنا ايه؟ خدنا الاي من هنا كومن فاكتور صح كده، فبالتالي بقى لنا ار ايكوفالنت بلس ار سمول وهنا في بي، ومنها طلع القانون المشهور جدا اللي احنا عايشين عليه حياتنا يعتبر، القانون ده. ازاي نجيب الاي من هنا؟ والله بقى في بي على ار ايكوفالنت بلس ار سمول. القانون ده اللي هو بتاع مين طبعا؟ ده هو اومز لو فور كلوزد سيركت، هو ده بس ببساطه. وتعالى نشوف مسألة يلا عليه. بص يا سيدي، بيقول لي when the switch K is closed قراية الاميتر 3 امبير، يعني ده يا جماعة قرا 3 امبير معانا الاميتر ده لما قفلنا السويتش. طب الراجل عايز يجيب الفاليو بتاعت ريزيستنس ار، عايز نعرف دي. طيب انت يعتبر على فكرة معاك كل حاجة، كل حاجة ما عدا الار دي، يعني كل حاجة موجودة، فانت ممكن تجيب الار ايكوفالنت، ولو معاك الار ايكوفالنت هتعرف تجيب الار اللي ناقصة. ازاي؟ ما هي الاي بتساوي الاي توتال، لان خلي بالك دي الاي توتال، اي توتال ايكوال في بي على الار ايكوفالنت بلس ار سمول. طيب احنا عايزين نجيب الار ايكوفالنت، يبقى نبدل الجزء ده كده مكان الاي توتال، يبقى الار ايكوفالنت بلس الار سمول في بي على اي توتال. وبعد كده نشيل ار سمول من هنا نوديها بالماينس، يبقى كده الار ايكوفالنت ايكوال الفي بي اللي هي 18 على الاي توتال اللي هي 3 ماينس الار الصغيره اللي هي 1.5، يبقى 18 على 3 6 ناقص 1.5 تطلع 4.5، يبقى كده الار ايكوفالنت ب 4.5. طيب الار ايكوفالنت بقى اللي هي اصلا عباره عن ايه؟ ان الاتنين دول سيريز بتسعة، والتسعة دي مع الار دي باراليل، بس يبقى كده الار ايكوفالنت اللي هي طلعت معانا 4.5 دي هي اصلا بتساوي 9 باي ار على 9 بلس ار. شكرا، ده اللي انت هتعمله، بس كروس مالتيبليكيشن او شيفت سولف وتحسب الار دي. المفروض الار دي هتطلع على الحسابات يعني تطلع 9. بص هي لازم تطلع 9 اصلا، يعني يعني 9 و4.5 اللي هي 9 و9 ار على ان 9 على 2 تطلع 4.5 يعني اللي هي الايكوفالنت 4.5، يبقى الار الواحده بكام؟ ب9. دي فكره مهمه قوي. بصوا الكونسبت رقم 3 في بيج 70 انا شايف ان هو يعني هو شبه الكونسبت رقم 2، يعني هو اصلا، فهي مش فارقه يعني، هي وحتى الاسئله اللي فيها هتبقى في الامتحانات التجريبيه ايه كده كده. طيب تعالى نخش على الكونسبت رقم 4 على طول. كونسبت رقم 4 ده مهم قوي، ده هي فكره ايه؟ ان انت لو عندك ايدنتيكال باترنز وصلتهم في تو سيركتس، والفي بي بتفضل ثابته والار الصغيره بتفضل ايه؟ بتفضل ثابته. بمعنى ركز بقى في الفكره دي. انت دلوقتي عندك هنا بطاريه، البطاريه دي عندها في بي وصلتها مع ريزيستنس هنا اسمها ار واحد مثلا، وعندي بطاريه برضو بس نفس الفي بي ووصلتها مع ريزيستنس اسمها ار 2،
فنفترض ان الكرنت هنا اسمه اي 1، ونفترض ان الكرنت هنا اسمه اي 2. طب حلو. السؤال هنا بقى، احنا على المدار بتاع البارت 1 الاولاني كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الفي بتساوي اي في ار، يعني ده اللي احنا عارفينه، الفي بتساوي اي في ار. فالفي بتاعت البطاريه المفروض بتساوي اي 1 في ار 1. بس احنا الحقيقه لما جينا عملنا كده، لما ضربنا اي 1 في ار 1 ما طلعتش قد الفي بي. غريبه غريبه. وجينا برضو هنا عملنا اي 2 في ار 2 ما طلعتش قد الفي بي. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان في انترنال ريزيستنس. الانترنال ريزيستنس هي اللي بوظت الموضوع ده. طيب يعني هنعمل ايه ساعتها؟ ما بص، يبقى ده معناه يبقى ده معناه يبقى ده معناه ان البطاريه عندها ايه؟ عندها ار سمول، حتى لو هو ما جابش سيره عنها في الفكره خالص ان هي عندها ار سمول. طيب هنتعامل مع المساله دي ازاي؟ هي فكره سهله بس انت محتاج تركز فيها. يلا بينا نشوف سؤال عليها. بص يا سيدي، السؤال ده في صفحه 72. بس السؤال اللي قبله يعني موجود كده وكده في الامتحانات اللي هنحلها الشامله، والسؤال بتاع تيست يور سيلف كذلك، فالسؤال ده حلو. In the opposite circuit the ratio between ماشي reading of the ammeter A when the switch K is open and closed is كذا. خلي بالك ان سواء الاميتر ده متوصل عند البطاريه، والبطاريه الكرنت اللي طالع منها اسمه ايه؟ اسمه اي توتال. فلو السويتش ده مفتوح هو الاميتر ده هيقرا اي توتال. طب لو السويتش ده مقفول برضه هيقرا اي توتال على فكره، لان هو في نفس الفرع مع البطاريه. فخلي بالك عشان الحته دي حذرنا منها قبل كده، انك لازم تتاكد هو الاميتر في الحالتين بيقرا نفس الاي توتال، ولا مره بيقرا اي توتال ومره بيقرا اي في فرع. طيب هو مديني الريشيو دي. طبعا اي واحد دي كانت في حاله الاوبن، واي 2 دي كانت في حاله ايه؟ في حاله الكلوزد، عشان هو قال اوبن وبعد كده كلوز. الراجل عايز يجيب الانترنال ريزيستنس بتاعه البطاريه. طيب هنا هو كان ممكن في السؤال على فكره ما يجيبش سيره الانترنال ريزيستنس دي خالص، او ما يحطهاش على الرسمه، وساعتها ما كانش هيطلب الانترنال، يعني كان هيطلب مثلا ريزيستنس من دول كده يعني. فساعتها هنا هتبقى مشكله، انك لازم، او يعني كانت هتبقى الفكره مختلفه بصراحه. يعني برضو كان هيدينا الاي والار والاي والار ونضربهم في بعض فيطلعوا مش قد بعض، فبالتالي نكتشف ان البطاريه عندها انترنال. بس يمكن هنا انا شايف الموضوع واضح شويه، ان الحاجه اللي ما اتغيرتش في الحالتين، طبعا الاي هتتغير في الحالتين والار ايكويفالنت كمان هتتغير في الحالتين. الحاجه اللي ما اتغيرتش هي الفي بي والار الصغيره، يبقى انا ممكن اعمل ايكويشن للفي بي واساويهم ببعض ورايح دماغي. الاي اصلا بتساوي ايه؟ في بي على ار ايكويفالنت بلس ار سمول. طب ازاي نجيب الفي بي من هنا؟ اضرب دول في بعض، يبقى الفي بي ايكوال اي في ار ايكويفالنت بلس ار سمول. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايكويشن للفي بي مره في حاله الاوبن ومره في حاله الكلوزد. فمثلا في حاله الاوبن هتبقى الفي بي ايكوال، هو في حاله الاوبن كان مسميها اي واحد، اي توتال اللي هي اي واحد، طبعا دي اي توتال اصلا خلي بالك، هنا اي توتال، والاي توتال دي اللي هي بتاعت الاميتر اي واحد في الار ايكويفالنت اصلا اللي هي التلاته بس اللي كانت معانا، لان الفرع بتاع السته ده بلس ار سمول. وفي حاله الكلوزد الفي بي برضو بتساوي اي 2 بقى الار ايكويفالنت لما نقفل دي. طبعا الستة والتلاتة دول ايه؟ باراليل، ستة وتلاتة باراليل يعملوا لنا اتنين، يبقى اتنين بلس يا جماعة الار الصغيرة، ونروح نساويهم ببعض بقى. طبعا هنساويهم ببعض بسبب ان هما الاتنين بيجيبوا نفس الفي بي. ما هو انت الفي بي دي اللي هنا هي نفسها الفي بي اللي هنا، صح؟ يبقى ده معناه ان الجزء ده هو الجزء ده اصلا بالشكل ده كده. يبقى يلا بينا، يبقى اي واحد في تلاتة بلس ار ايكوال اي اتنين في اتنين بلس ار كده بالشكل ده. ممكن نعمل حاجة ظريفة كمان، ان احنا ممكن ناخد يا جماعة اي اتنين نوديها هناك بالديفايدد، لان احنا اصلا هي مش بتتحرك معايا ليه؟ اتحركي بقى معايا كلها. بص احنا هنا ممكن نعتبر ان اي واحد بتلاتة واي اتنين باربعة عادي يعني. يعني نعوض عن اي واحد دي بتلاتة عادي، ونعوض عن اي اتنين باربعة، معلش بقى اربعة، وهنا اتنين زائد ار بس، ونكمل حساباتنا عادي. طبعا 3 باي 3 تبقى 9 بلس 3 ار ايكوال 4 باي 2 8 بلس 4 ار. بس نجمع الارات مع بعض، وادي ال3 ار مع ال4 ار بالماينس، يبقى 4 ار ماينس 3 ار ار
ودي ال8 مع ال9 بالماينس يبقى 1، يبقى الار بتساوي 1 اوم اللي هي اول واحده. شكرا. طبعا عندنا بعد كده الكونسبت رقم 5 اللي هو الفولتميتر بقى اللي متركب على بطاريه والسويتش مفتوح والسويتش مقفول. طبعا دي فكره مهمه قوي. يعني مثلا عندنا الاوبن سيركت وعندنا الكلوزد. الاوبن والكلوزد سيركت. في الاوبن سيركت عندك مثلا بطاريه في بي عندها انترنال هركب عليها فولتميتر، وفي ريزيستنس عادي بس في سويتش فاتح السيركت دي كده. يا ترى قرايه الفولتميتر هنا ايه؟ بص، هو اي فولتميتر خلاص راكب على باتري هيبقى القانون بتاعها ايه؟ ان الفي ايكوال في بي ماينس اي في ار. طب حلو، هو اصلا السويتش مفتوح يبقى ده معناه ان الاي بكام يا جماعه؟ ده معناه ان الاي هنا بزيرو. يبقى يا باشا باي باي شكرا، ده يبقى الفي هنا بتساوي الفي بي. يبقى انا لو عايز اعرف الفي بي افتح السويتش هلاقي الفولتميتر ده بيقرا الفي بي بالظبط. خلاص. طيب تعالى بقى نفس الكلام بس نقفل بقى السيركت. يعني هنا راح ندبلرينها كده، الاي هنا طبعا نوت ايكوال زيرو، الاي بالنسبه لي هنا نوت ايكوال زيرو، وهنقفل السويتش ده. نقفل بقى السويتش. طبعا الفي هنا هتكون بتساوي في بي ماينس اي ار راكبه على البطاريه. احنا بقى هنشوف الدنيا بقى ماشيه ازاي. بس مش بس بتساوي في بي ماينس اي ار، ما هي الفي دي ممكن تجيبها بطريقه تانية اللي هي الفولت اللي على البطاريات بيساوي الفولت اللي على الريزستنات. طب الفولت اللي على البطاريات اسمه ايه؟ اللي على البطاريات اسمه في، اللي هو اللي على البطاريات. طب اللي على الريزستنات، هتخيل ان انا ركبت فولتميتر على الريزستنس دي هيبقى اي في ار، ده اللي على الريزستنات. بس يبقى انت ممكن تجيبها بالطريقه دي، ممكن تجيبها بالطريقه دي. تعال نشوف سؤال عليها. بص يا سيدي، هنا بيقول لي يعني السؤال اللي عندنا في صفحه 73 if the voltmeter readings is at opening and closing the switch K 18 و 15. يبقى قال open وبعد كده close، يبقى ده في حاله الاوبن وده في حاله الكلوزد. وده اكزامبل ايه مهم قوي. طيب then the internal resistance of the battery، الراجل عايز يجيب الانترنال ريزيستنس بتاعت البطاريه الار سمول، نجيبها ازاي؟ طيب احنا دلوقتي عندنا هنا البطاريه دي وقرايه الفولتميتر ده. بص طبعا في حاله الاوبن هي بيساوي الفي بي، وعشان كده هو 18 لان هو في حاله الاوبن الفي بتساوي الفي بي، فهو بيقول لي ان البطاريه ب 18 واصلا الفولتميتر قرا 18، فهو حرق لك الفكره اصلا. قرا 15 امتى بقى والسويتش ده مفتوح ومقفول قصدي. فالراجل عايز يجيب الانترنال ريزيستنس الار سمول. طيب انت دلوقتي لو جيت قفلت السويتش ده يعني في حاله الكلوزد ده قرا كام؟ قلنا ده قرا 15. في حاله الكلوزد الفي بتساوي في بي ماينس ايه؟ ماينس اي في ار. طبعا دي انهي اي توتال. طب هو الراجل بيقول لك ان دي 15. طيب الفي بي، الفي بي يا جماعه اللي هي 18 والاي توتال مش عارفينها بقى. هي الفكره بقى في الاي توتال، بس احنا نقدر نجيب الاي توتال ليه؟ لان انا عندي حاجه بتقول ان الفولت اللي على البطاريات بيساوي الفولت اللي على الريزيستنات. طب ما الفولت اللي على البطاريات بكام؟ ما هو الفولتميتر اللي راكب على البطاريه ب 15. طب الفولت اللي على الريزيستنات، ما هو الفولت اللي على الريزيستنس دي هيبقى اللي هو الفولت بتاع ال5 اوم 15 برضه. يبقى كده فولت ال5 اوم ب 15 اللي هو الفولت بتاع الريزيستنات ده، ما هي ريزيستنيه واحده اصلا. طيب فولت ال5 اوم هيبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ هيبقى عباره عن الاي توتال في الريزيستنس اللي هي 5 ودي 15. يبقى من هنا يا باشا احنا جبنا الاي توتال. تطلع الاي توتال دي طبعا ب 3 امبير، ناخدها نعوض بيها هنا بس. يبقى هتطلع كام؟ هتطلع الار الصغيره دي طبعا هتطلع ب 1 اوم. ويعني انا شاكي ان الفي بي دي ما كانتش موجوده في السؤال اللي هي 18 دي، اكيد ما كانتش موجوده. طب انا فاكر حسب الذاكره اهي، لان هو لو مديهاني هو كده سهلها اصلا. المفروض هو ما يقولهاش وبس كان يقول لي ان قرايه الفولتميتر ب 18 والسويتش مفتوح، فانا كنت اعرف على طول ان الرقم ده والسويتش مفتوح هو الفي بي. خلاص يلا نشوف سؤال تاني. بص يا سيدي، دلوقتي هنا احنا في الفكره دي عندنا بطاريتين في بي 1 وفي بي 2 والاتنين مطلعين كهرباء مع بعض في نفس الدايركشن. اما هنا كانوا مطلعين كهرباء مع بعض في اوبوزيت دايركشن. دي عندها الفي بي بتاعتها والار بتاعتها
هنا الفولتميتر اللي عليها V1 دي عليها V2، وفي فولتميتر على الاتنين من بره اسمه V3، وفي فولتميتر على الريزيستنس دي اسمه V4، والاتنين كانوا بيطلعوا كهرباء في نفس الدايركشن عشان ده البوزيتيف. اما هنا نفس الكلام بالظبط، بس انا عكست البطاريه دي، خليت البوزيتيف بتاعها هنا، فبالتالي بقى ده بيطلع كده وده بيطلع كده، فهم بيطلعوا كهرباء عكس بعض. انت كده كده بتجيب الاي ازاي؟ بتعمل الفي بي هات على كل الارات. طب الفي بي هات هنا اعملها بلس عشان هم بيطلعوا سيم على كل الارات بقى، الار الكبيره والار الصغيره والكلام ده كله. طب لو عايز تجيب هنا الاي، هم بيطلعوا كهرباء عكس بعض، الفي بي بس بدل ما هتبقى بالبلس تبقى بالماينس وكل الارات تحت عادي. طيب لو عايز تجيب الفي اللي على البطاريه الاولى، اي في على اي بطاريه في بي ماينس اي ار، وبرده الفي اللي على البطاريه الاولى هنا في بي ماينس اي ار، والبطاريتين دول بيحصل لهم ديسشارجنج بيفرغوا. طب البطاريه الثانيه هنا في بي 2 هي برده مطلعه كهرباء في نفس الاتجاه دي، يبقى في بي ماينس اي ار برده بتاعتها. لكن البطاريه الثانيه هنا الموضوع بالنسبه لها مختلف. ليه؟ اصلا في اتجاه هيكسب، هو مين البطاريه الاقوى؟ في بي 1. يبقى يا جماعه الكهرباء دي في اتجاه هيكسب التاني. بص كده، يعني ده بيطلع كده وده بيطلع كده، بس هو الحقيقه ان الكهرباء هتكسب في الاتجاه ده. فاهم؟ ده كده ده اهو، ده الاتجاه ده هيتلغي اصلا. ليه؟ لان الفي بي دي اقوى، فبالتالي هي اللي الكبيره هتشحن الصغيره. عشان كده الصغيره الفي بتاعتها الفي 2 بتاعتها تبقى بالبلس، في بي بلس اي ار، لان هي جايه لها كهرباء. طيب الفي 3 اللي متوصله على الاتنين فولتميترز دول يبقى في 1 زائد في 2 عشان هما بيطلعوا كهرباء مع بعض. اما الفي 3 هنا متوصله على اتنين برضو، بس دول بيطلعوا كهرباء عكس بعض، فتبقى في 1 ماينس في 2 لو عايز تجيب الفي 3 هنا. الفي 4 في الحالتين بتساوي اي 4، يعني كده كده بتساوي اي 4. بس تاخد بالك من حاجه، ان الفي 3 في الرسمتين هي متوصله على البطاريات، والفي 4 في الرسمتين متوصله على الريزستنات، وكده كده الفولت اللي على البطاريات بيساوي الفولت اللي على الريزستنات، فالفي 3 هتكون بتساوي الفي 4 في الحالتين. طيب تعال نشوف سؤال تطبيق على الحته دي. الراجل هنا بيقول لي الفولت ميتر ريدنج ايكوال ايه، عايزين نجيب قرايه الفولت ميتر. ماشي، وواضح هنا ان في ادي بطاريه اهي بوزيتيف نيجاتيف بتطلع كهرباء كده، ودي بطاريه برضو بتطلع كهرباء كده، فيا جماعه الاثنين بيطلعوا كهرباء في نفس الاتجاه. ماشي، هو عايز يجيب قرايه الفي، بيقول لي دي 2 في بي ودي واحده في بي، يبقى دي اكبر من دي، بس الاثنين بيطلعوا كهرباء مع بعض في نفس الاتجاه، فبالتالي مفيش هنا واحده بتشحن الثانيه ولا حاجه، الاثنين بيحصل لهم ديسشارجنج. فالفي اللي راكبه على البطاريه دي هي عباره عن في بي ماينس اي في ار، الفي بي بتاعتها ماينس الاي ار بتاعتها برضه. طيب واضح ان الاختيارات فيها في بي، يبقى واضح برضو ان انا لازم اشيل يعني الدنيا هنا كده واخليها حاجه في بي. طب هنعمل ده ازاي؟ تعالى كده نجرب نجيب الاي مثلا على جنب كده. هي الاي بتساوي ايه؟ الاتنين بيطلعوا كهرباء مع بعض في نفس الاتجاه، يبقى نعمل بلس، يعني 2 في بي بلس في بي يعني 3 في بي على كل الاراب بقى. مين الاراب بقى يا معلم؟ عندك هنا ار ودي ار، وفي هنا 3 ار، يبقى 3 ار وار وار يبقى كده 5 ار. طب ما احنا ممكن نعمل حركه، نشيل الاي دي نخليها 3 في بي على 5 ار، ولحسن الحظ هنا في برضو ار فيطيروا مع بعض، ويفضل هنا لسه في بي. طبعا الار دي هتطير مع الار دي، فيتفضل لنا هنا واحده في بي، واحده في بي ماينس 3 على 5 في بي بس، ونعمل 1 ماينس 3 على 5، 1 ماينس 3 على 5، 3 على 5 وبعد كده ناقص منها 1 تبقى 0.4 اللي هي يا جماعه 2 على 5، 2 على 5 في بي اللي هي يا جماعه اجابه بي. بس زي الفل، سؤال حلو يعني. بص يا شباب، انا شايف كونسبت رقم 7 يعني برضو احنا قلناه، يعني لو الارترنال بزيرو فتبقى الفي بتساوي في بي، لو البطاريه خارج منها كهرباء بنعمل في بي ماينس اي ار، لو جاي لها كهرباء في بي بلس اي ار. فانا مش شايف فيها حاجه مختلفه عن اللي احنا قلناه عشان ما يبقاش تكرار على الفاضي. بس وده في استرشادي 25. نحل بقى السؤال بتاع الازهر ده. طيب في امتحان ده جه دور تاني ازهر 2025 ده في صفحه 77 يا شباب. الراجل بيقول لي انا عايز اجيب الفي بي 2. ماشي يا عم، فين الفي بي 2 دي؟ في بي 2 اللي هي دي. طيب احنا معانا الكرنت هنا ب 1.6، هما بيطلعوا كهرباء مع بعض ولا عكس بعض الاول؟ ده بيطلع كهرباء كده عشان ده البوزيتيف، وده بيطلع كهرباء كده عشان ده البوزيتيف، هما كده بيطلعوا كهرباء عكس بعض. طيب يبقى هما طالما بيطلعوا كهرباء عكس بعض يا باشا، يبقى احنا هيبقى في واحد هيكسب، بس هو جايب لي اتجاه الاي. خلي بالك انهي اتجاه اللي كسبان؟ الاتجاه الكسبان
هو الاتجاه اللي جاي من هنا، بص جاي من هنا كده كده، كان جاي كده، كان جاي كده، يبقى الاتجاه ده هو اللي كسب بس. يبقى ده معناه ان في بي 2 اقوى من في بي 1 عشان هي اتجاهها اللي كسبان. طيب احنا عندنا قانون بيقول ان الاي هتبقى الاتنين في بي بقى، بس هنعملهم ماينس في بي 2 ماينس في بي 1 على كل الارات بقى. عندنا بقى ار كابيتال، عندنا ارات سمول، ار 1 وار 2. يلا بينا، بس كل اللي هنعمله ان احنا هنعوض. الاي معانا 1.6، الفي بي 2 مش معانا. طب الفي بي 1 ب 8، والار الكبيره دي ب 3.5، والارات الصغيره في ار ب1 وار ب1 زائد نص. بس الفي بي 2 لما تيجي تعوض بكل الكلام اللي كاتبه ده هتطلع ب 16 فولت، اللي هي دي يا جماعه. فالفي بي 2 في بي 2 هتطلع ب 16 فولت. شكرا جزيلا. بس مساله حلوه، ويعني كده كده احنا خلاص ضربنا على الافكار دي. بص يا سيدي، الكونسبت رقم 8 طبعا فكره الجراف ده، الجراف ده مهم قوي قوي. يلا بينا تعالى ندردش فيها. احنا عندك البطاريه ليها حالتين. في الباتري، يا اما البطاريه بيحصل لها discharging يا اما بيحصل لها تشارجنج، تتشحن. بيبقى ايه قانون ساعتها في حاله الديسشارجنج؟ بيبقى قانون الفي بتساوي في بي ماينس اي ار. ده بيحصل امتى اصلا؟ لو الكهرباء خارجه من البطاريه. لكن التشارجنج بيحصل امتى؟ تشارجنج لما الكهرباء تبقى، يعني ادي بطاريه اهي، تبقى جايه لها بقى البطاريه، الكهرباء جايه لها اهي. فطبعا الفي ساعتها هتبقى في بي بلس اي ار. طيب الجراف اصلا بتاعنا، لو انا عايز ارسم جراف ما بين الفي والاي، بص الجراف ده هيطلع عامل كده لسبب. لو جينا رسمنا هنا في واي، الرسمه دي هتطلع عامله ستريت لاين زي ما انت شايف كده. طب ليه هتطلع كده؟ عشان العلاقه ما بين الاي والفي هي علاقه ديكريزنج، هم عكس بعض. لو دي زادت دي هتقل بسبب وجود علامه الماينس. ولو جينا جربنا كنا بنقول يا شباب نفترض ان دول كلهم ب1 ودي ب10، دي تطلع ب9. طب لو خلينا، يعني خلينا حتى دي 1 باي 1 كده. طب لو خلينا دي 2 باي 1 ودي 10 زي ما هي، دي هتطلع 8. لما تيجي تبص على الاي كانت ب1 بقت ب2، زادت الدبل. الفي كانت ب9 بقت ب8، قلت بس مش للنص. المهم ان هم عكس بعض بس مش بنفس الريشيو، فتطلع الرسمه دي عامله كده. طيب فهنا طبعا هيبقى العكس في الرسمه دي طبعا، ان بالعكس ان انت كل ما هتزود الاي الفي هتزيد. بص كده، يعني اصل بالعقل ما دي علامه بلس، فلو الاي دي زادت الفي دي هتزيد، فشكل الرسمه بس هيبقى عامل كده، هيبقى مختلف، هيبقى طالع. لكن الرسمه دي هتبقى نازله. ودايما نقطه الانترسكشن هنا، نقطه الانترسكشن هنا دي، النقطه دي دايما هي الفي بي. وهنفتكر دلوقتي ليه هي الفي بي، سواء هنا او هنا النقطه دي برضه هتبقى الفي بي. طيب ليه نقطه الانترسكشن هي الفي بي؟ عشان ببساطه الفي بتساوي في بي ماينس اي ار. الفي بتساوي في بي ماينس اي ار. طب يا جماعه، ما هو بالعقل النقطه دي عندها الاي بكام؟ الاي بزيرو. ما هي عند النقطه دي الاي بتاعتها بزيرو، يبقى الاي بزيرو. يبقى الاي لو بزيرو شكرا راحت، يبقى الفي بتساوي الفي بي. طب ما هو ده رقم من ارقام الفي، يعني هو رقم من ارقام الفي، بس هو في نفس الوقت هنا بيساوي الفي بي، لان في النقطه دي الاي اصلا بكام؟ الاي هنا بزيرو. فلما تبقى الاي بزيرو الفي بتساوي الفي بي. فالنقطه دي هي رقم من ارقام الفي، في نفس الوقت بتساوي الفي بي. انسى بقى خالص انها رقم من ارقام الفي دي، هي في بي. طيب فاضل لنا حاجه عايزين ندردش فيها هنا، الا وهي السلوب. بص يا باشا، السلوب يعني اسهل حاجه ليه انك تقارن الايكويشن دي بالماس. ازاي؟ ان السلوب هنا القانون بتاعنا بيقول ان الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. في ايكويشن في الماس مشهوره جدا جدا في الحته دي، بتقول ايه؟ ان الواي بتساوي سي ماينس ام اكس بالشكل ده. والام هي مين؟ الام هي السلوب يا معلم. طب الام دي اللي هي مين؟ اللي هي الار هنا، وتحديدا نيجاتيف ار. لان خلي بالك الفي بي هي السي. ايه السي؟ اللي هو يعني بتوع الماس بيقولوا ان نقطه انترسكشن دي اسمها سي، اللي هي الفي بي. والفي موجوده على الواي اكسس، اوكي، والاي موجوده على الاكس اكسس. يبقى السلوب هنا يا باشا هيطلع نيجاتيف ار. ده على طول ايه؟ في خطوه واحده. طبعا ليها طريقه تانية بس ايه، خلاص انت مش محتاج الطريقه التانية دي. هنا السلوب اكيد هيطلع بالبوزيتيف بقى، يعني السلوب هنا هيطلع
بوزيتيف ار مش نيجاتيف ار، وده اللي احنا محتاجين ان احنا كنا نطلعه. طيب بيبقى عندنا اكتر من سؤال على الحته دي، يعني عندنا سؤال في واحد بتاع تجريبي 23 في كذا سؤال يعني. فتعال نشوف مثلا اول سؤال ده. بص يا سيدي، ده السؤال اللي هو موجود في بيج 78 يا جماعه. الراجل هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي بص انا راسم جراف ما بين الفي والاي، ماشي، عايزك تجيب لي الالكتروموتيف فورس بتاعت الباتري الفي بي. طيب هي الفي بي اللي هي نقطه الانترسكشن دي مش موجوده على الرسم. طيب احنا ممكن الاول نعمل ايه؟ من الارقام اللي معانا دي نجيب السلوب، والسلوب هو اصلا هيساوي الار الانترنال، وبعد ما نجيب الانترنال نعرف نجيب مين؟ نعرف نجيب الفي بي. ازاي؟ السلوب بيساوي واي على اكس، او تحديدا دلتا واي على دلتا اكس، وهيكون بيساوي في الاخر نيجاتيف ار. طيب تعالى نطبق الفكره دي، يعني خلينا نكمل هنا. يبقى السلوب ايكوال مين؟ الدلتا واي. دلوقتي انت عندك نقطتين على الواي اكسس ونقطتين على الاكس اكسس بالشكل ده. فنركز بقى، لو دي اكس واحد، الاكس واحد يا جماعه هتودينا عند واي واحد. طيب لو النقطه دي اكس اتنين تودينا عند واي اتنين، لان هو خلي بالك هو هيبقى عباره عن واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1، ما هو سلوب بقى. طيب الواي 2 بكام؟ باتنين، والواي 1 بخمسة، الاكس 2 باربعة، ودي باتنين. كل ده هيكون بيساوي ايه؟ بيساوي نيجاتيف ار. طيب لما نيجي نكمل هنا 2 ماينس 5 على يعني على 4 ماينس 2، 2 ماينس 5 على 4 ماينس 2 تطلع نيجاتيف 1.5. يبقى النيجاتيف ار بتساوي النيجاتيف 1.5. طبعا النيجاتيف دي هتطير مع النيجاتيف دي، فتطلع الار بكام؟ تطلع الار ب 1.5. يبقى احنا كده جبنا الار. طيب بعد ما نجيب الار نقدر نجيب الفي بي بقى. ليه؟ لان انت ممكن تستخدم اي في فيهم عشان تحسب الفي بي. نصغر بس كل ده سنه. ممكن بقى تستخدم اي واحد فيهم. انت عندك قانون بيقول ان الفي ايكوال في بي ماينس اي ار، فخد اي في مع اي اي. يعني مثلا ناخد الفي اللي هي 5 مع الاتنين، فلو الفي ب5 هتبقى الاي ب2، والار الصغيره احنا جبناها 1.5 وهنا في بي. بس شكرا، نروح نجيب الفي بي بقى. طبعا دي هتبقى 2 باي 1.5 ب 3، نيجاتيف 3 وديها الناحيه التانيه تبقى الفي بي ب 8 فولت، اللي هي يا جماعه اول واحده. خلاص، بس دي الحكايه ببساطه، مساله حلوه يعني. بص يا سيدي، عندنا بقى فكره مهمه قوي في بيج 80، اللي هي فكره البطاريه اللي راكب عليها فولتميتر بس في ريزيستنس انكلودد معانا. طيب بص انا هبدا باللي في النص دي. اللي في النص دي البطاريه دي الكهرباء خارجه منها، يبقى البطاريه دي بيحصل لها ديسشارجنج. طيب الفي بتساوي ايه بقى؟ هنا الفي يا باشا هتكون في بي ماينس اي ار. سيبك من ان هي بزيرو دلوقتي، يعني هي ايه؟ هي هنا انا خليها نوت ايكوال زيرو، ماشي، عشان تبقى زي ده. الفي بي ماينس اي ار. طيب ليه احنا بنعمل ماينس اي ار؟ لان اي ريزيستنس بتعمل دروب للفولت. طب ما ثواني، طب ما الريزيستنس دي كمان برضو بتعمل دروب للفولت، يبقى ماينس اي ار الكبيره. الحته دي مهمه قوي، ان اي الريزيستنس لو كانت الريزيستنس صغيره بتعمل ماينس اي ار عشان هي بتعمل دروب للفولت. طب ما الريزيستنس الكبيره بتعمل كده كمان، يبقى ماينس اي ار الكبيره. ايه المشكله؟ طيب هنا البطاريه دي بيحصل لها ديسشارجنج. طب البطاريه بقى اللي على اليمين دي، دي جاي لها كهرباء، يبقى دي بيحصل لها تشارجنج. طيب هو نفس القانون بالظبط. بص هو بس بدل ما هو بالماينس يبقى بالبلس كده، في بي بلس اي ار، في بي بلس اي ار. طيب بس ممكن هنا بنعمل حركه ان احنا بناخد الاي كومن فاكتور، فيبقى الار الصغيره بلس الار الكبيره ايه جوه براكت كده. بس خلي بالك هنا في ماينس، خلي بالك من الحته دي. طيب وهنا نفس الكلام، الفي بتساوي في بي بلس ناخد برضو الاي الكبيره كومن فاكتور ار كابيتال بلس ايه يا جماعه؟ بلس ار سمول. خلاص. طيب حلو. نيجي بقى لدي. والله هي برضو، بس البطاريه بقى المره دي راكبه على ريزيستنس، الفولتميتر يعني راكب على بطاريه الريزيستنس بتاعته صغيره البطاريه دي. يبقى عادي احنا هنكتب القانون بتاعنا عادي، في بي ماينس اي ار الصغيره ماينس اي ار الكبيره. هنا بس هطير الجزء ده، فالفي بقت في بي ماينس اي ار الكبيره. خلاص. وتعال نشوف سؤال عليها. بص يا سيدي، هنا بيقول لي
in the opposite circuit if the voltmeter reads 24 فولت. يعني هو الفولتميتر ده قاري 24 فولت على الوضع ده كده. طيب اما لو السويتش اتقفل قرا 16 فولت. طب ثواني ما تيجي نكبر دي ونقفل. ارجعي نكبرها كده ونشوف هيحصل ايه بقى. تعالى نقفل السويتش ده. هو بيقول لي السويتش ده مفتوح، يعني كده الاي هنا بزيرو، وبيقول لي ان هي قرت 16 فولت بقى لما قفلنا السويتش يا باشا. يعني احنا هنا قفلنا السويتش فقرت 16. طيب وهي اصلا مفتوحه وهي اوبن. في حاله الاوبن الفي بتساوي هنا ايه؟ والله الفي بتساوي هي راكبه على بطاريه وريزيستنس صغيره ماينس اي ار صغيره ماينس اي ار الكبيره، بس كده كده الايات بزيرو، يبقى الفي هنا بتساوي الفي بي. يبقى الفي اللي هي ب 24 هي الفي بي. ده اللي احنا استفدناه من حته الاوبن. نروح بقى لحته الكلوزد. اقفل يا باشا السويتش. معناها كده معايا الفي بي بقت ب 24. هو عايز يجيب الريزيستنس بقى دي اللي هي دي كده. طيب عشان نقدر نجيب الريزيستنس دي هنعمل ايه؟ والله احنا معانا قرايه الفولتميتر. طب ما هو قرايه الفولتميتر ده المفروض بيساوي ايه؟ في بي ماينس الاي ار الصغيره ماينس الاي ار الكبيره برضو، وهناخد الاي كومن فاكتور عشان نخلص. ار بلس ار وادي في بي وادي في. طيب احنا معانا مين في الليله دي؟ معانا الفي دي ب 16. احنا بنقعد وهنشوف بقى يبقى محتاجين ايه. الفي بي معانا، الاي هنا مش معانا، والار الصغيره ب 1، بس احنا مش معانا الار الكبيره. يبقى احنا بحاجه الى الاي. احنا محتاجين نعرف الاي بكام. طب ما احنا عندنا معلومه مهمه بتقول ايه؟ بتقول ان الفولت اللي على البطاريات يساوي الفولت اللي على الريزستانات. يعني عندنا معلومه دي لازم نستغلها دايما. طب هو مين الفولت اللي على البطاريات؟ والله دي بطاريه بكل مشتملاتها بقى، فاهم؟ يعني بطاريه بقى لوحدها معاها ريزيستنس صغيره معاها ريزيستنس مش مهم، هي على اطراف البطاريه بكل مشتملاتها اللي جوه بكام؟ ب 16. يبقى ده ب 16. الفولت اللي على الريزستانات، الفولت اللي على الريزستانات اللي هو ال 8. يعني انا هتخيل كده ان انا هركب فولتميتر هنا. على فكره الفولتميتر ده يقرا نفس رقم الفولتميتر ده 16 برضه. طب الفولت هنا على الريزستانات عباره عن ايه؟ عباره عن اي في ار، يعني اي في 8. يبقى باشا احنا ممكن نجيب الاي من هنا. يبقى كده الاي ب 2 امبير. بس يبقى احنا كده قدرنا نجيب هنا الاي انها ب 2. وعوض او اعمل حساباتك وهات الار. الار دي يا سيدي هتطلع بكام؟ هتطلع ب 3 اوم. بس شكرا. طبعا دي مساله هي مقالي يعني، كده مساله حلوه قوي يعني، بصراحه مساله لطيفه. اوكي اللي بعده. بص يا سيدي الكونسبت رقم 10 في بيج 81 اللي هو الاميتر ريدنج يا جماعه تكون بتساوي زيرو. امتى الاميتر يقرا زيرو؟ بص كده، اكيد لو السيركت اوبن، يعني الباس بتاعه او الطريق بتاعه بزيرو، يعني ما هو السيركت مفتوح. او لو هو محطوط في برانش والبرانش ده مع ريزيستنس او ايا كان، سواء في ريزيستنس او ما فيش، بس كانت باراليل مع سلك فاضي. بص كده السلك الفاضي ده باراليل مع الفرع ده كده، يبقى ده معناه ان الريزيستنس دي هتتلغي، هتلغى كانسلد، صح؟ يبقى قرايه الاميتر هنا هتبقى زيرو، مفيش كهرباء هتخش في الفرع ده اصلا. طيب تعال نشوف اكزامبل هنا واكزامبل هنا عليها. يلا بينا. الاكزامبلز دي في بيج 81 يا جماعه الاثنين، في 2 اكزامبلز كده حلوين. يلا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي بص when the switch S is open، لما نفتح السويتش ده قرايه الاميتر تبقى كام؟ طيب بالعقل كده ايه الغباوه دي؟ ما هي هتبقى زيرو. سؤال تافه يعني. يعني انت السويتش ده مش عارف ايه السؤال العبيط ده، معاه اميتر، فانت هتفتح السويتش ده فقرايه الاميتر مفيش كهرباء هتخش هنا اصلا يعني، فتبقى زيرو. مش عارف اكيد بيهزروا. السؤال اللي بعده الراجل بيقول لي ايه اللي يحصل لو السويتش كي از كلوزد قرايه الاميتر. بص بقى، انت دلوقتي الاميتر ده واخد الاي توتال عادي بتاعت السيركت، تمام؟ انت اول ما تقفل السويتش ده ايه اللي هيحصل؟ والله احنا اول ما نقفل السويتش ده هنلاقي ان الفرع ده مع الفرع ده متوصلين باراليل، وده سلك فاضي، فالكهرباء يا جماعه مش هتمشي هنا اصلا، هتلغي الفرع ده خالص. الفرع ده هيتلغي تماما، يبقى قرايه الاميتر هتبقى برضو زيرو. بصوا يا شباب، هنا الاميتر ريدنج في اللي فاتت كانت الاميتر ريدنج بزيرو، خلاص. طب هنا الاميتر ريدنج تبقى ثابته. امتى الاميتر ريدنج تبقى ثابته؟ قالك لو الاميتر ده متوصل
مع ريزيستنس، والبطاريه دي الريزيستنس بتاعتها زيرو. يعني هي مكتوب عندك كده اميتر متوصل سيريز ويز فيكسد ريزيستنس، يعني هو متوصل سيريز مع ريزيستنس كده زي ما انت شايف، والبطاريه عندها ار انترنال بزيرو. ساعتها قرايه الاميتر ده هتفضل ثابته، مش هيحصل لها حاجه، سواء انت بقى زودت الريوستات دي قللتها ايا كان، احنا كده كده هتاكد سوا. بس هنا الشرط ايه؟ ان الاميتر مع ريزيستنس متوصلين سيريز. طيب وان الباتري تبقى الار الصغيره بتاعتها بكام؟ بزيرو. يبقى قرايه الاميتر بالنسبه لي از كونستانت. انت بقى زودت الريوستات، قللت الريوستات، مش عارف عملت ايه، قرايه الاميتر دي ثابته. طيب ايه اللي ياكد لنا ان قرايه الاميتر ثابته؟ حاجه بسيطه قوي، ان الفرع ده والفرع ده والفرع ده حتى متوصلين باراليل، صح؟ طيب لو جينا سمينا الفرع ده ابر، وسمينا الفرع ده ميدل، وسمينا الفرع ده لور، كده الثلاثه برانشز زي بعض في الفولت، صح؟ بس خلينا نركز مع الابر والميدل. خلينا نركز مع ده. فولت الابر عباره عن ايه؟ والله يعني ايه فولت الابر؟ يعني يا باشا انت هتيجي هنا تركب فولت ميتر بس. طب فولت الميدل يعني هاجي هنا اركب فولت ميتر برضه. الابر الفولت ميتر راكب على البطاريه بيبقى قانونه ايه؟ في بي ماينس اي ار، صح يا جماعه؟ طيب ده قرايه الفولتميتر ده، يعني الفي هنا بتساوي في بي ماينس اي ار. طب الفي بتاعت الفرع اللي في النص، يعني لو الكهرباء داخله هنا مثلا هنقول عليها اي واحد وهنا اي اتنين، يبقى هي اي واحد في ار. طيب بالعقل بقى كده، الار الصغيره بكام؟ بزيرو، يبقى ده باي باي. يبقى والفي بي ثابته، يبقى قرايه الفي ثابته. طب يا جماعه ما هو فولت الابر اصلا بيساوي فولت مين؟ الميدل. يبقى لو فولت الابر ثابت يبقى اكيد فولت الميدل هو كمان ثابت، ده اكيد. طب بالعقل بقى، هي الريزيستنس دي ثابته ولا متغيره؟ ثابته، يعني الريزيستنس دي ثابته. طيب لو عندك في القانون حاجتين ثابتين، التالتة ثابته، التالتة ثابته، يبقى الاي 1 هي كمان ثابته. يبقى يا باشا الاي 1 دي هي كمان ثابته طبعا. بس شكرا. يبقى انت هنا الفي ثابته عشان الفي بي هي ثابته، فالفرع ده كله ثابت، يبقى الفولت بتاع الفرع ده ثابت، والريزيستنس ثابته، يبقى قرايه الاميتر ثابته. دي فكره طبعا، يعني فكره مجرمه، فكره من اهم الافكار اللي معانا في شابتر 1. طب تعال نشوف سؤال عليها. الراجل بيقول لي ايه؟ هو جاب تقريبا نفس السؤال. قال لك بص، سويتش اس از اوبن، الريدنج بتاعت الاميتر. باشا فتحنا السويتش ده، طيب الاميتر ده متوصل سيريس مع ريزيستنس، والار الصغيره بزيرو، ودي بطاريه والار الصغيره، يبقى قرايه الاميتر ثابته خلاص، ريمينز كونستانت على طول، عشان تنجز حالك وتنجز بسرعه في حل السؤال ده. طيب اللي بعده. طيب الكونسبت اللي بعد كده رقم 12 في بيج 83، اللي هي الاميتر ريدنج. ان الاميتر ريدنج تبقى variable، تبقى متغيره. هنا احنا عندنا كذا حاجه ليها. اول حاله، يعني تعالى كده نقسمهم 3 حالات. الحاله الاولى ان انت يبقى عندك بطاريه، ادي بطاريه اهي، والبطاريه دي في بي وعندها ار صغيره، وعندك اميتر متوصل سيريس مع ريزيستنس، والفرع التاني فيه فاريبل ريزيستنس، فيه ريوستات، فيه ار اس كده بالشكل ده. وعندك هنا الاحتمال التاني ان تبقى الاميتر متوصل بس مش مع فرع الريزيستنس بقى، مع الفرع بتاع الريوستات نفسها، يبقى هنا، يعني متهيألي دي اسهل واحده فيهم. وهنا في احتمالين للحته دي، ان مره الار الصغيره تبقى بزيرو، مره الار الصغيره تبقى مش بزيرو. يعني دول كده يعتبروا حالتين تبع بعض. الحالتين دول هنا كده، يعني خلينا ايه نصنفها بالشكل ده. هنا الاميتر والريزيستنس متوصلين سيريز، والفيكسد ريزيستنس اللي هي الايه، اللي هي الفيكسد، اللي هي الثابته، اللي هي الار فيكسد. لكن هنا الاميتر والار اس والفاريبل ريزيستنس متوصلين سيريز في الحالتين دول. بس في نفس الحالتين دول
انت عندك احتمالين. اول احتمال ان الار الصغيره تبقى بزيرو هنا الار الصغيره بزيرو، وهنا الار الصغيره نوت ايكوال زيرو. هنا الار يا جماعه نوت ايكوال زيرو. حلو الكلام. هنا الار الصغيره مش بزيرو عادي، يعني هنا في فاريبل ريزيستنس عادي، والار الصغيره دي مش بزيرو. طيب لو الار الصغيره بزيرو، ما هي كانت ورا بقى، يعني فاهم؟ لو الار الصغيره بزيرو وهو توصل سيريز، يعني احنا كان ممكن ندخل دي كمان معاها في نفس الحاله، تبقى لو الار الصغيره بزيرو. يعني بص تعالى برضو نصغر الدنيا شويه ونجيب الحاله اللي فاتت معانا هنا برضو، فيبقى كده معانا الاربع حالات اصلا. يعني انا شايف ان هو كان عمل كده احسن. هنا الار الصغيره نوت ايكوال زيرو، وناخد لها حاله كمان ان الار الصغيره بقى بايه؟ بزيرو. واحنا كده معانا الحالات كلها مظبوطه. بص دي اللي كانت يعني خلينا نقول دي الار الصغيره بزيرو هنا، دي اللي كانت في الصفحه اللي فاتت يا جماعه. دي الصفحه اللي فاتت لاست بيج او البريفيوس بيج. بريفيوس بيج دي اللي كانت في الصفحه اللي فاتت، هي بالظبط. ان الاميتر هنا بتوصل مع الار فيكسد سيريز، بس مره الار الصغيره بزيرو ومره مش بزيرو. طب الاميتر هنا بقى والار اس اتركب مع الار اس مش مع الار فيكسد سيريز، والار الصغيره برضه مره بزيرو والار الصغيره مره نوت ايكوال زيرو. طيب حل الحكايه دي ازاي؟ بص احنا اللي فاتت دي خلاص عرفناها ان قرايه الاميتر هنا ثابته، الاميتر هنا كونستانت، فخلاص ما فيهاش مشكله. اما الاميتر هنا قال لك هنا الاميتر فاريز دايركتلي مع الار اس بس مش بنفس الريشيو. يعني الاميتر ده هيتغير مع الار اس بس مش بنفس الريشيو. بمعنى هو طبيعي يعني او بالعقل الاتنين دول متوصلين باراليل صح؟ طيب حلو يا جماعه، نفترض مثلا سي لو الار اس دي زادت، ما الكرنت اللي داخل لها ايه؟ هيقل صح كده؟ الكرنت اللي داخل لها هيقل، يبقى الكرنت اللي داخل هنا هيزيد. يعني ده بالمنطق ان الفرع ده لو الريزيستنس بتاعته زادت والاي بتاعته قلت، يبقى اكيد الفرع اللي فوق ده الاي بتاعته هتزيد. ده ببساطه يعني. خلاص ده بس خلي بالك ده الار الصغيره مش بايه؟ مش بزيرو، لكن الار اللي لو الصغيره بزيرو لا خلاص احنا شرحناها ورا بالتفصيل هنا ان الفولت كده كده ثابت، فمفيش الكلام ده. يبقى هنا يا جماعه الاميتر والار اس يعتبروا دايركت، لان لو خدت بالك هتلاقي ان الاميتر زاد والار اس زادت، يعني هما الاثنين زادوا بس مش بنفس الريشيو، نوت سيم ريشيو طبعا. دي هتبقى نوت سيم ريشيو. لان ليه من نوت سيم ريشيو؟ لان طبعا في هنا ار ايكويفالنت، الاثنين دول باراليل، والباراليل بتبقى برودكت على السم، ففي ملتبلاي وفي بلس، فالريشيو هنا مش هتظبط معاك. يعني لو الار دي دبل دي مش هتقل، دي يعني لو الار دي زادت دبل دي هتزيد بس مش للدبل، بس هتزيد يعني. طيب تعالى بقى هنا في الحاله دي. حلو هنا بقى كده الاميتر بقى متوصل مع الار اس نفسها، يعني مع الار اس هي. طيب هو بالعقل وبالمنطق في الحاله دي ان لما تركب الاميتر مع الار اس سواء في الحاله دي او في الحاله دي، هو اكيد الاثنين هيبقوا عكس بعض. يعني ده اكيد فاهم. يعني اكيد الاميتر هنا هو متوصل مع نفس الريزيستنس نفس الفرع، يبقى قرايه الاميتر هنا عكس مين؟ عكس الار اس. فاهم؟ هتبقى عكس الار اس. يعني ايه؟ يعني لو الار اس زادت اكيد الاميتر هيقل، ولو الار اس قلت اكيد الاميتر هتزيد، لان هم يا جماعه في نفس الفرع، سواء بقى الار بزيرو او مش بزيرو. يعني هي دي الفكره، فهم انفرس هنا. بس دي الفكره بقى ببساطه. خلاص كده احنا جمعنا يعتبر الاربع افكار بتوع الاميتر. هو مره متوصل مع الار اس، ومره متوصل مع الار فيكسد، يعني مع الفيكسد ريزيستنس، مره كده ومره كده. يعني هو هنا ده الطبيعي اللي انت عارفه ان الاي هتبقى عكس الار في الفرع ده. هنا دي اللي كان فيها تريكه طبعا، ان هنا الريزيستنس دي ممكن تتغير بس قرايه الاميتر دي هتفضل ثابته مش هتتغير، لان الفولت في الفرع ده قد الفولت في الفرع ده بيساوي في بي، والفي بي كده كده ثابته، فلازم الفرع ده يفضل ثابت. دي اللي شرحناها في صفحه بالتفصيل. هنا هي بس دي الوحيده اللي فيها ايه تريك، ان لو الار دي زادت تعرف ان الاي اللي داخله الفرع ده تقل، ولو الاي اللي داخله هنا قلت الاي هنا تزيد. فالاي زادت الار زادت يبقى هم كده بيزيدوا مع بعض. بس خلي بالك هم فرعين مختلفين. طيب نشوف السؤال بتاعها. هنا يا سيدي بيقول لي when the value of the
الريزيستنس ار اس decreased اللي هي دي the reading of the ammeter بالراحه بقى كده. الار اس قلت. طيب اولا هي متوصله في نفس الفرع مع الاميتر صح كده؟ طيب طبيعي دي سهله قوي، لو الار اس قلت اكيد قرايه الاميتر دي هتزيد قدرا واحدا لان هم عكس بعض في نفس الفرع اكيد، لان الريزيستنس لما في الفرع ده تقل اكيد الاي دي تزيد، فدي سهله موت. طيب دي بقى فيها اكتر من لعبه. قال لي الار اس زادت ماشي، هات لي قرايه الاميتر ايه 1 وايه 2. اوكي الار اس دي زادت، فين الار اس دي اهي يا معلم، دي زادت، ده الاي 1 وده الاي 2. طيب اولا الاميتر ده متوصل مع مين؟ مع الفيكسد ولا مع الفاريبل؟ مع الفيكسد. طب هنا ار صغيره بزيرو ولا مش بزيرو؟ هنا هي مش بزيرو. طب هي لو بزيرو، لو البطاريه الار بتاعتها بزيرو وهو متوصل مع الفيكسد قرايه الاميتر ثابته. طب لو متوصل مع الفيكسد والار مش بزيرو الاي تبقى زي الار اس. طيب الار اس حصل لها ايه؟ زادت، يبقى الاي 2 هي كمان هتزيد، يبقى الاي 2 دي زادت، دي تمام مفيهاش ايه مشكله باذن الله، دي بالنسبه لنا زادت عشان هتبقى زي الار اس. طيب عايزين نجيب الاي 1 بقى، يبقى الاي 2 زادت، يبقى احنا كده هنستبعد دي، الاي 2 زادت، الاي 2 زادت وهنستبعد دي برضه، فاضل لنا بس الايه الاي 1. طيب بالعقل بقى انت اصلا عشان تجيب الاي 1 ده الاي توتال، الاي توتال هي مرتبط بالار ايكويفالنت. طب الار ايكويفالنت ما الاثنين دول سيريز صح، واللي يطلع بارلل مع الار دي، طب ما كده الار ايكويفالنت اصلا بتساوي ايه؟ يعني كده الار ايكويفالنت بالنسبه لنا هي عباره عن الار والار اس دول سيريز بارلل مع الار، يعني هي المفروض اي باي ار اس صح كده، ويعني ار باي ار اس وار باي ار اس دول اكنهم حاجه واحده، مره هتاخدها باي الار ومره هتاخدها بلس الار، يعني يا رب تكون فهمتني، انا دول خدتهم اكنهم حاجه واحده هم، هتاخدهم برودكت على الصم مع الار اللي تحت. طيب انت حضرتك عملت ايه في الار اس؟ الار اس دي زادت هنا وزادت هنا، خلي بالك قلناها كتير قوي، دي زادت دي زادت الايكويفالنت تزيد، مش متاكد جرب بارقام، اقعد عوض ارقام هنا وزود الار اس بعد كده في المره الثانيه هتلاقي الار ايكويفالنت زادت، ولو الار ايكويفالنت زادت اكيد الاي توتال يا جماعه هتقل، اللي هي دي يبقى ده هيقل طبعا، يبقى كده الاجابه الصح هنا سي، ان الاي 1 قلت والاي 2 طبعا هتبقى زادت. شكرا. بص يا سيدي هنا بيقول لي reading of ammeter according to method of connection، يعني ايه؟ انت ممكن تحط الاميتر في بطريقه ان هو يبقى لcommon pass لتو برانشز مثلا، يعني يكون بيجمع توتال كارنت من فرعين. ازاي؟ تعال نشوف مثلا السؤال ده اللي هو بيج يا جماعه 84. السؤال زي ده الراجل بيقول لي انا عايز اجيب قرايه الاي 1 والاي 2، ادي الاي 1 وادي الاي 2. طيب بالراحه بقى كده، احنا هنا عشان نجيب الاي 1، الاي 1 ده بيقرا طبعا مين؟ اي توتال يا باشا، حلو الكلام. طيب فانت عشان تجيب الاي توتال محتاج تجيب الار ايكويفالنت دي. طيب هنجيبها ازاي؟ تعال نجيب الار ايكويفالنت الاول. الار ايكويفالنت هتبقى ايكوال يلا بينا طبعا، تعالى نعملها حتى بوينتس، هتبقى النقطة دي 1 مش كده، ودي 1 ودي 1. طيب ممكن نيجي كده تبقى دي 2 مثلا، وتبقى دي 3 وتفضل دي 3 3، كل دول 3 بقى خلاص، فانت كده عندك 3 نقط 1 2 3، يبقى دي 1 2 3. انا بس السؤال ده غالبا هحله بطريقة غير اللي عندك في الكتاب، يعني ما بين 1 و2 في ريزيستنس 6، وما بين 2 و3 في ريزيستنس تاني 6. طيب ما بين 1 و3 في ريزيستنس 9، وما بين 2 و3 في ريزيستنس تاني 6. طيب حلو، وبعد كده خلاص احنا كده حطينا كل الريزيستنات. طبعا الاتنين دول باراليل، 6 و6 باراليل، 6 على 2 يعملوا 3، ال3 وال6 سيريس يعملوا 9، ال9 دي مع ال9 دي باراليل، 9 على 2 4.5، يبقى الار ايكويفالنت هنا 4.5. هات لي بقى الاي توتال عادي، هنجيبها عن طريق القانون بتاع اومز لو فور كلوز سيركت، في بي على ار ايكويفالنت بلس ار سمول. الفي بي ب 18 والار ايكويفالنت 4.5،
والار الصغيره بزيرو، يبقى 18 على 4.5 تطلع ب4 امبير. حلو الكلام. يبقى احنا كده جبنا دي 4 امبير. شكرا. مين بقى ال 4 امبير يا جماعه؟ اللي هي الاي توتال. بص اللي هي داخله من هنا يا شباب، هنا اللي هي 4 امبير دي، هي دي ال 4 امبير اللي هي عايزين بقى احنا نجيب الاي 2 ده. طيب الاي 2 ده تعال نبص عليه كده هنتصرف فيه ازاي. احنا دلوقتي عندنا هنا ال 4 امبير هتبدا تتقسم كده وكده على التسعة وعلى الستة. طيب الكرنت بقى خلي بالك لما يجي هنا او هنا، يعني هو خلي بالك الكرنت ده ماشي كده وماشي كده. اتعلمنا الحته دي في الاسبوع الاولاني من المراجعه، ان الكهرباء لما تيجي هنا تمشي من 2 ل 3 ولا من 3 ل 2؟ من 2 ل 3. يبقى الكهرباء دي هتمشي كده يا باشا. حلو الكلام. هتيجي بقى تتجمع هنا وتروح لمين؟ وتروح للباشا ده، للباشا الحلو ده. فالكهرباء يا ابني اظبط نفسك كده، تروح يا جماعه الكهرباء في الباشا ده، فالكهرباء تمشي في الباشا ده. وطبعا النقطه دي برضو 2 ودي 3، الكهرباء برضو تمشي كده، وبعد كده تيجي تتجمع بقى عند نقطه رقم 3 وترجع تاني للنيجاتيف. حلو. يبقى الاميتر ده جاله كهرباء منين؟ جاله كهرباء من التسعة ومن ستة. يبقى انت لو عرفت تجيب الكهرباء اللي رايحة للتسعة والستة اجمعهم هاتهم مع بعض. فاحنا هنا هنحاول نجيب الكرنت زي ما قلنا، الكرنت اللي جاي للتسعة والستة. طيب الكرنت اللي داخل للتسعة والستة انهي تسعة؟ تسعة دي. طيب بصوا بالعقل كده، الكرنت اللي كان جاي هنا كام؟ 4. الفرع ده كله كام اوم؟ فاكر 9 لان دي 3 ودي 6. طب ما الفرع ده 9 والفرع ده 9، يبقى الكرنت هيتقسم بالتساوي. يعني ال 4 امبير دي تبدا هنا يدخل 2 امبير ويبدا هنا يدخل 2 امبير، يبقى ال 9 اوم دي داخل لها 2 امبير. بس ده اللي انا كنت عايزه. طيب الستة دي بقى والستة دي، الفكرة ان الستتين دول موجودين هنا، الستة دي مين فيهم؟ هي مش هتفرق، يعني احنا اصلا الاتنين متوصلين بارلل، الستة دي والستة دي. فالكرنت اللي داخل الستة دي هو اللي داخل الستة دي. طيب الكرنت ده كام امبير؟ 2. هيبدأ يتقسم، جزء يروح كده وجزء يروح كده، دي تاخد كام ودي تاخد كام؟ دي تاخد 1 ودي تاخد 1. يبقى الستة دي واخدة 1 امبير. يبقى يا جماعة الاي 2 ده بيجمع الكرنت من ال 2 امبير وال 1 امبير، يبقى الاي 2 ده بكام؟ ب3. طبعا مسألة حلوة ولطيفة. يبقى 1 4 والتاني 3، يبقى الإجابة الصح هي بي. هي فعلا الإجابة إيه؟ الإجابة بي. بس يعني إحنا حليناها يمكن بطريقة أوضح كمان من اللي في الكتاب. هنا بطريقة البوينتس الموضوع يبقى لطيف أوي يعني. حلو جدا. بص هنا يا سيدي بيقول لي ذا ريدنج دي بقى يا جماعة كونسبت رقم 14 في بيج 85. الراجل بيقول لي إيه؟ ذا ريدنج أوف ذا فولتميتر إن أو مالتيبل باسز، في كذا طريق. بمعنى اللي هو الفكرة اللي إحنا عارفينها التقليدية بس هنطورها شوية في الحل، ان الفرع ده والفرع ده الفرع ده الثلاثه دول متوصلين باراليل. يعني هو الفولتميتر ده بيقرا اكس واي بس؟ لا، ما هو على فكره الفولتميتر ده انت لو خدته ركبته هنا على الفرع بتاع البطاريه هيقرا نفس الرقم. طب لو خدت الفولتميتر ده جيت ركبته هنا على اليوستات دي هيقرا برضو نفس الرقم بتاعها. يبقى كنا بنقول ده حتى upper وده الميدل وده اللور. الار بقى الصغيره بزيرو مش بزيرو مش فارقه معايا خالص. الفكره كلها ان الفولت واحد، يبقى فولت الابر بيساوي فولت الميدل بيساوي فولت مين؟ طبعا بيساوي فولت اللور لان التلاتة اصلا بارل. طيب هنا جايب لك كذا رسمه. طبعا الفولتميتر ده متوصل مع البطاريه، يبقى في بي ماينس اي ار. اي فولتميتر متوصل على البطاريه ده بيسموه باتري برانش. طب لو هو متوصل على فيكسد ريزيستنس عادي اي في ار. طب لو متوصل على ريزيستور فاريبل عادي هيبقى الفي ساعتها هيبقى الاي دي في الار اس، يبقى اي في ار اس. اي في ار برضو عادي. طيب تعال نشوف سؤال عليها حلو. بص يا سيدي هنا في السؤال ده الراجل بيقول لي when the switch K is all closed، يعني قفلنا السويتش قرايه الكرنت بقت 4 امبير. بص انا عاملها لك هنا مجهزها لك رسمه اهي، ان احنا هنقفل السويتش ده كلوزد كده. الكرنت هنا كام؟ 4 امبير. طب انا شايف ان ده البوزيتيف الكهرباء دي طالعه كده، ده البوزيتيف الكهرباء دي طالعه كده، فمطلعين كهرباء في نفس الاتجاه. يعني الكهرباء هنا كام يا جماعه؟ 4 امبير. شكرا. ده السويتش ايه؟ مقفول. طيب هنا في حاله الاوبن بقى، طيب هو عايز يجيب ايه؟ هو عايز يجيب الريدنج بتاعت الفولتميتر مره والكي اوبن ومره والكي ايه؟ كلوزد. قدامنا معلومه تبدو مهمه ان في بي 2 اكبر من في بي 1. طيب لحظه بقى، هو دلوقتي
لما تبقى اوبن الاي هنا بكام يا جماعه؟ الاي هنا بزيرو، يعني خلي بالك السيركت دي الاي بتاعتها هنا بزيرو اصلا، مفيش كهرباء ماشيه في السيركت دي. والاي هنا بكام؟ الاي هنا ب4. طيب احنا عشان نجيب قرايه الفي دي في حاله الكلوزد وقرايه الفي هنا في حاله الاوبن، فواحده واحده بقى. في حاله الكلوزد سهل جدا ان انا اجيب الفي. ليه؟ لان انا الاول لازم اجيب الفي بي 2 دي. يعني الفي هنا هتبقى اصلا عباره عن ايه؟ في بي ماينس اي ار، بس انا محتاج اجيب الفي بي 2. طب اجيبها ازاي من الاي بقى؟ اقول لك. لان الاي هتكون ايكوال الفي بي هات على كل الارات. طب الفي بي هات هتعملهم بالبلس ولا بالماينس؟ هما طالما بيطلعوا كربون مع بعض يبقى نعمل بلس. يبقى تاخد الفي بي الاولى اللي هي 12 بلس الفي بي الثانيه اللي مش عارفينها على كل الارات بقى. معاك هنا قرايه بواحد، معاك هنا قرايه بواحد ونص، ايا كان بقى ار صغيره ار كبيره، ومعاك هنا قرايه ب8. من هنا هتروح تجيب في بي 2. هتطلع الفي بي 2 يعني ب 30 فولت. احنا كده جبنا الفي بي 2. كده بقى نقدر نجيب قرايه الفي، قرايه الفولتميتر بقى في حاله الكلوزد. هتبقى عباره عن في بي 2 ماينس اي ار 2. طيب الفي بي 2 احنا جبناها اللي هي 30، والاي هو مديها لنا ب4، والار الصغيره بتاعتها واحد ونص. 30 ماينس 4 باي 1 دي هتطلع 24. فالفي دي يا باشا 24. حلو قوي. يبقى دي يا جماعه تطلع 24 فولت. شكرا. روح هناك بقى. انت عايز تجيب قرايه الفولتميتر ده والسويتش ده ايه؟ اوبن. في حاجه يعني سهله جدا. ايه هي؟ ان انا هسكيب ده كده واخبيه بعينيا خالص، اكني مش شايفه خالص انا. وابص على اطراف الفولتميتر هنا، ابص عليها متوصله منين. يعني بص الجزء ده كده خبيه خالص ولا كانك شايفه. بص. ولسه احنا الاي بي زيرو ما غيرناش راينا. طيب ونبص بقى على اطراف الفولتميتر، هتلاقي اطراف الفولتميتر ده متوصله مع البطاريه ومع الريزيستنس. طب فاكر قانون الفولتميتر لما يبقى متوصل على بطاريه عندها انترنال ومعاها ريزيستنس كبيره؟ خلي بالك. قبل ما نرد على بعض ونكمل القوانين ده، كل ده جيفنز دي مش موجوده اصلا. ايه قانون الفولتميتر اللي متركب على ريزيستنس عندها انترنال وكمان في ار كابيتال اهو؟ الفي بتساوي في بي ماينس اي ار الصغيره ماينس اي ار الكبيره، بس اصلا الاي بي زيرو. مع السلامه. طب دي انهي في بي؟ في بي واحد يا باشا. يبقى الفي بتساوي في بي واحد دي في حاله الاوبن. يبقى الفي في حاله الاوبن بتساوي في بي واحد. الفي بي واحد بقى اللي هي بكام؟ اللي هي اصلا ب 12. شكرا جزيلا. يبقى واحده ب 12 واحده ب 24 اللي هو عايزه يعني. يبقى في حاله الاوبن 12 وفي حاله الكلوزد 24. يبقى الاجابه الصح كده هي دي. هي فعلا دي مظبوطه. بس طبعا مساله من احلى المسائل يعني، بس كانت محتاجه ايه؟ نوع من التنظيم شويه. بص يا سيدي، عندنا حاله كمان كونسبت رقم 15 بيج 87. ان الفولتميتر ريدنج بزيرو، قرايه الفولتميتر طالعه زيرو. طب تطلع زيرو امتى؟ عندك 3 حالات كده بتطلع فيهم زيرو. اول حاله الفولتميتر هنا متوصل بارالل مع سلك فاضي بالشكل ده. طيب ما هو الفولتميتر هنا لو جيت بصيت انت كده هنا اهو كده يا جماعه، هو ده سلك فاضي. فالسلك الفاضي الريزيستنس بتاعته تكاد تكون زيرو. فاهم يعني؟ الريزيستنس بتاعت السلك ده يعني الفي هنا هتبقى عباره عن اي في ار الواير الفاضي. طب ما ار الواير الفاضي بزيرو، يبقى الفي هتبقى بزيرو طبعا بالشكل ده. طيب هنا بقى الاي في السيركت بزيرو، فده طبيعي يعني. فاكيد الفي دي بتساوي اي في ار. طب ما هي الاي بزيرو يبقى الفي هي كمان بزيرو. طيب هنا بقى خلي بالك بقى، الفولتميتر هنا متوصل على بطاريه، بس السلكه بتاعت الفولتميتر نفسها مفتوحه. يعني فهو بالتالي مش هيعرف يقرا البطاريه ولا يقدر يعرف ولا في بي ماينس اي ار ولا حاجه. كده كده هنا الفي هتبقى بزيرو طبعا، لان الفرع بتاعه هو مش متوصل بالبطاريه يعتبر. يعني هو كده يعتبر نوت كونكتد مع الباتري. يبقى الفي طبعا في الوقت ده برضو هتبقى بكام؟ بزيرو. طيب تعال نبص. السؤال ده كان جميل، موجود في استرشادي 21. قال لك ايه؟ هو لو السويتش ده اتقفل، قرايه الفولتميتر في واحد ده لو جينا قفلنا السويتش. طيب بص، وانت قبل ما تقفل السويتش وكان متوصل مع الريزيستنس دي بارل فبيقراهم. طب انت دلوقتي هتقفل السويتش ده، ايه اللي هيحصل؟ الكهرباء هنا لما هتيجي كده هتلاقي قدامها 3 طرق. 2 ار سلكه فاضيه، طبعا هتمشي فين؟ في السلكه الفاضيه.
طيب اصبح الفولتميتر كده متوصل مع سلكه فاضيه اهي، فولتميتر متوصل مع سلكه فاضيه، ريزيستنس السلكه الفاضيه بزيرو، يبقى الفولتميتر ده هيصبح هيبقى بزيرو، يبقى becomes زيرو. شكرا. بص يا سيدي، دي فكره مهمه قوي، ان حكايه ان الفولتميتر ريدنج تبقى ثابته دي. طيب يعني امتى قرايه الفولتميتر تبقى ثابته؟ قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي البطاريه دي، يعني انت عندك باتري اللي الفولتميتر بتوصل مع باتري مع بطاريه، والبطاريه دي الفي بي بتاعتها بزيرو. حلو الكلام. هتطلع اصلا الفي بي، هتطلع قرايه الفولتميتر ثابته مهما حصل، يعني انت مهما لعبت في الار اس دي زودتها قللتها قرايه الفولتميتر ثابته. وعلى فكره حتى الفولتميتر اللي راكب على الار اس، يعني الفولتميتر اللي هيبقى متوصل مع الار اس في نفس السيركت طبعا يا جماعه، الحالتين دول يعني الحاله دي والحاله دي الفولتميتر بتاعهم، الفولتميتر ريدنج هتبقى ثابته. الفولتميتر ريدنج هنا هتبقى كونستانت. تعالى نتاكد. اولا الفي 1 هتبقى عباره عن في بي ماينس اي في ار. طب ما الار صغيره بزيرو، باي باي. طب ما الفي بي ثابته يا ابني، طب ما يبقى قرايه الفولتميتر ده هتبقى ثابته اصلا، لان هي الفي 1 هتكون بتساوي في بي ماينس اي ار، فالفي بي ثابته بالنسبه لي. يعني لو جينا مسحنا كده، هي الفي 1 بتساوي في بي ماينس اي ار. طب والفي بي ثابته، طب ما اكيد الفي 1 قرايته هتبقى ثابته. طيب احنا عندنا قاعده بتقول الفولت اللي على البطاريات بيساوي الفولت اللي على الريزستنات. طب ما الفولت اللي على البطاريات اسمه في 1، الفولت اللي على الريزستنات انت ما عندكش غيرها في 2. طب ما في 1 بيساوي في 2 يا ابني. طب ما في 1 فوق ثابت، يبقى في 2 اللي هنا برضو ثابت. شكرا. يبقى انت عندك فولتميتر متوصل مع بطاريه الار بتاعتها بزيرو، مش عارف هنا مش كاتبها بدقه قوي يعني، بطاريه الار بتاعتها بزيرو مش الفي بي. وكمان فولتميتر متوصل مع الار اس في نفس السيركت دي، الفولتميتر هتبقى ريدنج بتاعته ثابته. تعال نبص كده حاجه من استرشادي 25 برضو. احنا كده كده هنحل الامتحانات دي كلها باذن الله، بس ايه بنلقط برضو عشان نبقى طبقنا على على الفكره نفسها اللي احنا بنتكلم فيها، طالما مفيش غير سؤال واحد في الكتاب فنحله. الراجل بيقول لي عندي تو ايدنتيكال لامبس، ماشي اهو لمبتين. بيقول لي بقى ان في لمبه ثالثه ثيرد ايدنتيكال لامب كونكتد باراليل، يبقى قرايه الاميتر يحصل لها ايه وقرايه الفولت ميتر يحصل لها ايه. طيب انت دلوقتي الاميتر ده اصلا بيقرا مين؟ بيقرا الاي توتال. حلو الكلام. والفولتميتر ده راكب على البطاريه الانترنال بتاعتها بزيرو يا ابني. طب ما الفي بتساوي في بي ماينس اي ار، الار الصغيره بزيرو والفي بي ثابته، يبقى كده كده الفي دي هتفضل ثابته اصلا مهما حصل. طب حضرتك جيت ركبت بس ريزيستنس لمبه ثالثه هنا معاهم باراليل. الباراليل كل ما بتزود عدده، لان الار ايكوفالنت بتاع الباراليل برضو لما يبقوا سيميلر، لان هو اظن الايدنتيكال بيبقى ار على ان. انت كل ما تزود العدد الايكوفالنت تقل، ولو الار ايكوفالنت قلت الاي توتال هتزيد، صح؟ يبقى الاي توتال دي هتزيد، يبقى واحده زادت والثانيه ثابته، زادت ثابته زادت ثابته، يبقى السي increases ونوت افكتد، هي سي فعلا. بص يا سيدي هنا بيقول لي ايه الفكره اللي بعد كده بقى، اللي هي كونسبت رقم 17 في بيج 89. 2 فولتميترز متوصلين ب 2 سيم بوينتس، اكيد قرايتهم هتبقى ايكوال. ازاي؟ عشان هيبقوا نفس البدايه ونفس النهايه، فهيطلعوا نفس القرايه. فمثلا بيقول لي ايه، انا عندي بيقول لي what happens to the reading of the two voltmeters V1 و V2 لو K1 open. فين الكي ده؟ الكي ده اتفتح، هيحصل ايه الفي 1 وهيحصل ايه الفي 2؟ طيب بالراحه بقى. اولا هما متوصلين بنفس النقط، بص كده، يعني النقط بتاعتهم واحده هنا، بص دي كلها نفس النقطه اصلا كده اهو، لان كل ده ما بينهم خلاص اسلاك فاضيه ما فيهاش ريزيستنات خالص. ففي واحد اللي هيحصل له هيحصل لفي 2، فاهم؟ هما كده كده اصلا الفرع ده والفرع ده باراليل، فكده كده في 1 وفي 2 بيقروا نفس الحاجه. طيب لو في 1 حصل له حاجه في 2 هيحصل له نفس الحاجه. فالراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي بص ده خلي بالك ده دور تاني 2025. لو الكي اتفتح، طب يا باشا افتح الكي ده. طيب هو في 1 اصلا كان بيقرا ايه؟ كان بيقرا في بي ماينس اي ار. طيب الار يعني موجوده تمام، مفيهاش مشكله. انت لما تفتح سويتش هتبقى الاي بزيرو.
طيب الاي دي هتبقى بزيرو، فالفي واحد هيكون بتساوي الفي بي. بس خلي بالك هو كده كده في واحد بيساوي في اتنين، كده كده في واحد هيكون بيساوي في اتنين، يعني هما الاتنين هيكونوا بيساوي في بي. يبقى قال لك هما increased to في بي، هيزيدوا يوصلوا في بي، ولا مختلفين؟ لا هنا هيبقوا زي بعض يا جماعه، الاتنين هيبقوا عباره عن ايه؟ الاتنين هيقروا الفي بي. حلو. بصوا يا شباب، هنا فولتميتر اكروس ار فيكسد اند ار فاريبل، يعني هو في فولتميتر متوصل على الار فيكسد او ممكن يكون متوصل على الار فاريبل. تمام، يعني ده او ده، هو مش متوصل مع الاتنين. يعني خلينا نقول اور عشان تبقى ايه الكلام محدد، انه متوصل مع دي او متوصل مع دي، زي ما احنا شايفين في الرسمه كده. شايفين في واحد متوصل مع الار، اما في 2 متوصل مع الار اس. هنا بقى دي محتاجه ايه؟ تركيز سيكا. دلوقتي الكرنت اللي خارج من هنا اسمه اي توتال، صح كده؟ طب الفي واحد بيكون بيساوي ايه بقى؟ والله الفي واحد بيساوي اي توتال في الار، يعني الفي واحد دي بتساوي اي توتال في الار. حلو. طيب الفي 2، الفي 2 هيبقى برضو، هو طبعا الار والار اس متوصلين سيريس، يعني الفي 2 هيكون بيساوي اي توتال في الار اس. تعالى بقى نفتكر حاجه. الار دي ثابته، اوكي، والار دي فاريبل، صح كده؟ طب حلو. فهنا يا جماعه الفي والاي دول علاقتهم دايركت، يعني الفي هنا مع الاي دايركت، يعني الفي يمشي مع الاي، اللي يحصل للاي يحصل للفي، يبقى اللي يحصل للاي يحصل للفي، اللي يحصل للاي يحصل للفي. بمعنى الاي زادت الفي تزيد، الاي قلت الفي تقل. فاهم كده؟ طيب بالنسبه للفي 2 بقى، الفي 2 هنا المشكله ان الثلاثه دول هيكونوا بيتغيروا. ليه بقى؟ لان الار هتتغير، وطبيعي الاي هتتغير. ما هو ما ينفعش الاي تفضل ثابته، يعني ما ينفعش نقول دي ثابته والاثنين دول بيتغيروا، ما ينفعش اصلا، الثلاثه هيكونوا بيتغيروا. طيب الار هتكون زادت مثلا ايا كان، والاي قلت، الفي تمشي تبع مين؟ افتكر بقى الحته دي، الفي بتبقى زي الار. الفي يا جماعه زي الار، زي الار الفاريبل طالما الثلاثه اتغيروا. يبقى خلي بالك ده برضو تشينجز، ما هو ده بيتغير وده كمان هيتغير. طيب هنا الاي توتال بتتغير، هنا الفي 1 بتتغير، فهنا كان في بس حاجتين بيتغيروا، الاي توتال والفي، والاتنين دول زي بعض. لكن هنا التلاتة بيتغيروا، الفي بقى تمشي زي مين؟ قلنا زي الار بقى، خلاص عشان الحته دي يعني عدت عليا كتير قوي. لا هنا دول نظلل دول، ها، اللي يحصل للار اس يحصل للفي، اللي يحصل للفي 2. هنا بقى مع اختلافنا يعني ممكن نصغر دي سنه كده. لا لا لا، هنا هنقول ايه؟ اللي يحصل للار اس يحصل للفي، يحصل للفي 2. للفي بقى ايا كان بقى الفي دي في 1 في 2 ايا كان هي رقمها ايه بالظبط. طيب هنا بقى قال لك ايه؟ what happens to the reading of the voltmeter، تطبيق على الحته دي. يحصل ايه لقرايه الفولتميتر لو السلايدر اتحرك من 2 لواحد؟ من 2 لواحد. طيب تعالى نشوف، احنا عايزين الريزيستنس اللي تتاخد من الريوستات وقرايه الفولتميتر يا جماعه. طيب بالراحه بقى، الريوستات عشان تاخدها من 2 لحد 1 يعني هتلغيها كده. طبعا هي في الاول كان الكهرباء داخله لها ازاي؟ داخله كده، الكهرباء داخله للفرع ده، وبعد كده الكهرباء جت مشيت في الجزء ده بس من الريوستات كده. بس انت لما تنقل بقى ده من هنا تجيبه عند نقطة 1، يبقى ده معناه ان الجزء اللي داخل من الريوستات هيكتر. حلو، يبقى التيكن فروم ريوستات هيزيد طبعا. قرايه الفولتميتر بقى هي اللي احنا محتاجين نعرفها. طيب الفولتميتر ده متوصل على مين؟ متوصل على ريزيستنس ثابته. طيب حلو، يبقى اللي هيحصل للفولتميتر هنا هو نفسه اللي هيحصل لمين؟ للاي، لان الاي هنا في الفرع ده وارد ان هي ايه؟ هي اللي تتغير. طب يا ترى الاي هنا هيحصل لها ايه؟ والله بص، الفرع ده والفرع ده متوصلين مع بعض ازاي؟ متوصلين مع بعض باراليل. طب حلو،
فبالتالي الريزيستنس بتاعت الفرع ده زادت، مش كده ولا ايه؟ الريزيستنس زادت، يبقى الاي اللي داخله الفرع ده تقل، يبقى الاي اللي داخله الفرع اللي فوق تزيد. الحته دي عدت علينا من شويه في الكونسبت كده من شويه. هنا الريزيستنس زادت لان دخل لي ريوستات اكتر، يعني دخل الريزيستنس بقت معايا اكتر، فالاي اللي داخله الفرع ده تقل، يبقى الاي اللي داخله الفرع فوق تزيد. طب ما هي الفي دي بتساوي ايه؟ بتساوي اي في ار. طب ما هي الاي بتاعت الفرع ده زادت، يبقى الفي دي تزيد، لان قلنا الفي والاي هنا يبقوا زي بعض. طيب يبقى قرايه الفولتميتر هتزيد والريوستات كمان زادت، يبقى الاثنين، يبقى هي اجابه طبعا اجابه دي، الاثنين زادوا. بص يا سيدي، عندنا بعد كده فولتميتر ريدنج، قرايه الفولتميتر عايزين نجيبها لما يبقى عندنا بطاريتين وكمان معانا ريوستات في السيركت بتاعتهم. طيب هنا هنفترض ان في بي واحد اكبر من في بي اتنين. تعالى نبص شويه على شويه قوانين، راح دي بس دي سكه لتحت كده. لو في بي واحد اكبر من في بي اتنين ايه اللي يحصل بقى؟ تعال نجيب في واحد الاول وفي اتنين وبعد كده نشوف بقى مع الريوستات تاثيرهم ايه. اولا هنا في واحد البطاريه دي مطلعه كهرباء مع دي في نفس الاتجاه، يعني هما الاتنين بيحصل لهم ديسشارجنج، هما الاتنين بيطلعوا كهرباء في سيم دايركشن، الاي هنا سيم دايركشن، يبقى بالتالي الفي واحد تبقى في بي واحد ماينس اي ار واحد، والفي اتنين كذلك يا شباب، في بي اتنين ماينس اي ار اتنين. طيب هنا الاتنين بيطلعوا كهرباء في opposite direction، opposite direction الكرنت بتاعهم، ده البوزيتيف مطلع كده وده البوزيتيف مطلع كده، بس طبعا في اتجاه هو اللي بيكسب، باعتبار ان في بي واحد اقوى يبقى الاتجاه بتاعه هو اللي كسبان اهو، الفي بي واحد هي القوية. طيب هنا بيبقى في واحد عبارة عن ايه قلنا؟ طالما دي البطارية، طبعا دي بتبقى البطارية السورس اللي هي الكبيرة، فدي بيحصل لها ديسشارج، في بي ماينس اي ار، دي السورس. طيب الفي 2 دي البطاريه بقى اللي بتتشحن، اللي هي التانية دي اللي اتشارجت، عشان دي البطاريه الصغيره فبيجي لها كهرباء هي اللي بتتشحن، فهيبقى طبعا عباره عن في بي 2 دي في بي 1 في بي 2 بلس اي ار 2، دي طبعا كانت اي ار 1. طيب دي البطاريه التشارجد. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو الار اس زادت، الار اس اللي موجوده هنا دي زادت، ما هي لو الار اس زادت يعني احنا ممكن نصور دي سيكا، لو الار اس هنا زادت، ار اس دي زادت، طب ما الاي دي هتقل صح؟ وهنا في علامة ماينس فدي هتزيد لان الماينس دي بتخليهم عكس بعض. طب الاي برضو قلت ودي علامة ماينس يبقى الفي 2 هتزيد، يعني الاتنين هيزيدوا. طيب هنا لو الار اس زادت يبقى الاي دي هتقل، وهنا في علامة ماينس فالفي دي تزيد. طب الاي دي هتقل بس دي علامة بلس، دي تقل بقى، دي مش هتزيد دي هتقل عشان هما علامة البلس هتخليهم زي بعض. بس ده اللي موجود معانا هنا. بص يا سيدي، جالهم السؤال ده في 2023 دور اول، قال له ايه؟ قال له هو لو سويتش كي ده اوبن قرايه الاميتر يحصل لها ايه وقرايه الفولتميتر يحصل لها ايه؟ طيب تعال نبص كده على السؤال ببساطه. انت دلوقتي معاك الريزيستنس هنا ومعاك ريزيستنس، معاك توصيله باراليل، والاميتر ده بيقرا الكرنت اللي داخل للفرع ده، لان الكهرباء كانت جايه من البوزيتيف كده فضلت ماشيه كده وبعد كده اتقسمت، جزء راح كده وجزء نزل تحت. الكهرباء اللي راحت هنا بقى راحت لفرعين باراليل. طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هلغي الفرع الباراليل ده عشان هفتح سويتش. خلي بالك الباراليل وجوده بيقلل الريزيستنس، طب عدم وجود الباراليل يزود الريزيستنس، لان هم في الاول هنا كانوا نص ار كده، دلوقتي بقى ار واحده، يبقى الريزيستنس في الجزئيه دي زادت. طب هي لما الريزيستنس تزيد الاي اللي هتبقى داخله الفرع ده الاي هنا هتقل، بس يبقى الاي هنا قلت، يبقى دول مستبعدين. طيب ماذا عن قرايه الفولتميتر بقى؟ الفولتميتر اللي هو ده هو متوصل على البطاريه، يبقى في بي ماينس اي ار، طبعا ده بيقرا انهي اي او الفرع اللي هو اي توتال. طيب انا محتاج اعرف الاي توتال حصل لها ايه. انت اصلا كان معاك توصيله باراليل، الباراليل بتقلل الايكويفالنت زي ما قلنا، فبالتالي الريزيستنس زادت، فالريزيستنس عامه في السيركت هتبقى زادت، يبقى الاي دي هتقل، ولو الاي قلت هنا دي هتبقى ماينس فالفي دي هتزيد. بس يبقى الاجابه الصح كده، واحده قلت والتانيه زادت، يبقى الاجابه الصح دي بقى يا شباب، دي هي كده المظبوطه. اوكي بص يا سيدي، كونسبت رقم 20 في بيج 93. ذا فولتميتر ريدنج بقى لما يبقى عندك بطاريه وريزيستنس الفولتميتر ده متوصل عليهم ازاي؟ يعني مثلا انت عندك هنا الفولتميتر بطاريه وريزيستنس بس الانترنال هنا بزيرو،
وعندك هنا بقى مرتين برضو الانترنال هنا مش بزيرو في واحده فيهم، يعني في الديسشارجنج يعني البطاريه دي الكهرباء خارجه منها، في الريتشارجنج الكهرباء داخله داخله للبطاريه دي. طيب تعال نشوف قرايه الفولتميتر في كل حاله. اولا الفولتميتر هنا راكب على الريزيستنس دي وعلى البطاريه وبتاع، المفروض الفي بتساوي ايه؟ في بي ماينس اي ار الصغيره ماينس اي ار الكبيره، اي ار الكبيره، بس اي ار الصغيره اصلا ايه؟ الار الصغيره بزيرو، فيبقى الفي بتساوي في بي ماينس اي ار الكبيره. طيب طبعا قرايه الفي دي هتتغير بناء على ايه؟ على قرايه الاي، لان الفي بي ثابته والار دي ثابته، فبالتالي الاي هي اللي هتحكم في الفي. وطبعا الاتنين هيبقوا عكس بعض، لان لو دي زادت ودي ماينس دي بتقل. تعالى بقى هنا قرايه الفولتميتر ده متركبه برضو على بطاريه. طيب البطاريه دي خلي بالك هي، بس انا اظن ان دي غلطه في الرسمه هنا، ان الار الصغيره دي مش بزيرو. هي غلطه في الرسمه لان هم اصلا الحالتين دول مش بزيرو. دي بطاريه الكهرباء طالعه منها، اوكي، يبقى برضو تبقى بالماينس، يبقى الفي بتساوي في بي ماينس اي ار الصغيره ماينس اي ار الكبيره. وقلنا هناخد هنا الاي كومن فاكتور فتبقى ار سمول بلس ار كابيتال. طيب برضو نفس الكلام، هتبقى الفي دي بتتغير مع تغير الاي، لان الار دي ثابته والار دي ثابته والفي بي ثابته. طيب الحاله الاخيره، هنا ان الفولتميتر ده بقى راكب على، هو بيقول لي في بي واحد اكبر من في بي 2، ماشي، يعني في بي 2 دي الصغيره، يبقى دي البطاريه اللي تشارجد وهي اصلا كمان جايه لها كهرباء، يبقى دي بالبلس، يبقى الفي هنا هيكون بيساوي في بي، هو في ريزيستنس صغيره في ريزيستنس كبيره، بلس اي ار الصغيره بلس اي ار الكبيره دي ار 2. يبقى ناخد برضو الاي كومن فاكتور فتبقى ار سمول بلس ار كابيتال. برضو نفس الكلام، الفي دي هتكون بتتغير بتغير الاي، بس خلي بالك بقى هما هنا هيبقوا زي بعض عشان بلس، دي زادت دي تزيد، لكن ده هنا ماينس، دول عكس بعض طبعا، لكن وهنا الباقي كله ثابت. طيب سؤال زي ده مثلا، سؤال اكسرسايز كده بيقول لي ايه؟ what happens to the V1 V2 V3 V1 V2 V3 لو الريوستات اس زادت، الاس دي زادت. يعني الاكسرسايز ده يعتبر الكونسبت 20 و19 مع بعض، يعني داخل 20 مع 19، لان حته الفاريبل هي موجوده هنا بس يعني احنا يمكن اكدنا عليها اكتر هناك يعني. طيب بيقول لي هنا ايه بقى؟ يقول لي بص، الريوستات زادت، فين الريوستات دي؟ اللي هي دي يا جماعه. طيب هو سكه دغري كده الثلاثه دول متوصلين سيريز صح؟ الار والار والاس دول سيريز، يعني الار ايكويفالنت اصلا هي عباره عن ار وار واس. طب ما الاس دي لما تزيد الار ايكويفالنت هتزيد، ولو الار ايكويفالنت زادت اكيد الاي توتال هتقل، يبقى الاي دي هتقل، الاي توتال اللي هي ماشيه هنا، برضو الاي هنا برضو هي نفسها اللي ماشيه هنا هتقل. طيب تعال نمسك في واحد. في واحد ده متوصل على مين؟ على بطاريه عندها انترنال، يبقى في بي ماينس اي ار، ودي اي توتال. الاي توتال قلت وهنا في ماينس، يبقى الفي واحد تزيد، خلصت. الفي 2 متوصله على ريزيستنس دي، يبقى اي في ار، يبقى الفي 2 عادي جدا اي توتال في ار، دي ثابته. الاي توتال قلت يبقى الفي 2 قلت بس. طيب فاضل في 3. في 3 بقى متوصله على مين؟ على الاثنين دول متوصلين سيريس، اوكي. طيب فهتبقى اي توتال مضروبه في ار بلس اس، دي اخطر واحده فيهم خلي بالك. طيب عظيم. هنا بقى الفكره دي في حاجتين اتغيروا، الاس حصل لها ايه؟ الاس زادت والاي توتال قلت. الفي بقى 3، الفي تمشي تبع مين؟ تبع الاي ولا تبع الريزيستنس؟ تبع الريزيستنس، يعني الفي 3 يا جماعه يبقى زي الاس، هتزيد خلاص، لان تاثير الريزيستنس طبعا عارفين من زمان اقوى من تاثير الاي، يبقى الفي 3 هتزيد والفي 2 قلت والفي 1 زادت زي ما هي عندك بالظبط. كويس كده، ده البارت الاولاني في الاسبوع الثاني.